سعيد الزملكاويه الاول والاهلاويه الاول؟ قاعدين في صحافه صفر، الله اعلم بيبقى مصدرها ايه، بس هي مهمه يعني. المساواه في الظلم عدل. طب اهو مش موضوعنا. ابيض على الابيض يا اخوان. حساب سيجمنت 1 من العلقه تيك 1 3 2. اتفضل يا بيه. ان اكشن. موضوع هنبتدي. سوري. اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج العلقه والكش والحاجات الحلوه بتاعتنا. ولازم اول حاجه اشكركم عليها الهاشتاج اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، واتكلمنا فيه وقلنا لكم ان احنا عايزين نتفرج على الاراء بتاعتكم او اقتراحاتكم ان احنا ايه الفقره الثالثه تبقى بتاعت كل حلقه، واخترنا الفقره الثالثه بتاعت الحلقه دي فعلا من الهاشتاج. هتكلم تاني معاكم، بس لازم الاول نقول لكم ان انتم منورين وقلب ابيض. مش فايده يا مش فايده ماشي لك. مش فايده. ليه يا ابني؟ محبه. ماشي. طيب ممكن اقول حاجه. الهنت اللي حضرتك بعته ده، الوالده عنده تعبانه وبنتمنى لها الشفاء والف سلامه انا ما اعرفش والله. ان شاء الله تقوم لك بالسلامه. والله فعلا ما اعرفش. حد من اصدقائنا واحنا بنهزر بننكش فيه يعني، فحبينا برضو ايه نذكر الموضوع بالمره ان الف سلامه عليه. فعلا والله الف سلامه عليها وربنا يطمنه على والدته. انا فعلا والله ما اعرف، انت عارف مفيش اي كلام، انا ما اعرفش حاجه. ربنا يطمنه عليها وان شاء الله تبقى بخير، دي اهم حاجه. اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج العلقه، وزي ما احنا اتفقنا قبل كده خلاص عافيه برنامجكم المفضل. خلاص انا اعتمدت الموضوع ده. وكالعاده قبل ما هنبتدي الكلام لازم هنوه التنويه بتاعنا لو سمحتوا ما تنسوش اخواتكم فلسطين، كده احنا بنحطه لكم في اول البرنامج، بس لازم نقول كلمتين كده عشان الناس اللي ما خدتش بالها تفتكر. برنامج العلقه هنكمل زي ما احنا كل 15 يوم، لان في ناس كتيره كانت بتسالنا الاسبوع اللي فات فين الحلقه بتاع برنامج العلقه كل 15 يوم، يعني جمعه في علقه وجمعه لا. ولو الجمعه في ماتش للاهلي يبقى البرنامج هينزل يوم السبت. دي حاجه كده خلاص ثبتوها عشان نبقى احنا ماشيين عليها. اليوم بس اللي هيبقى فيه ماتش للاهلي يوم الجمعه زي الحلقه دي، فالحلقه هتنزل السبت مش الجمعه. غير كده لو مفيش ماتش بيصادف للاهلي في نفس اليوم هتلاقوا الحلقه موجوده عادي جدا. قبل ما نبتدي طبعا لازم السبونسرز، انت عارف، عشان بس 25 جنيه 25 جنيه 25 جنيه ما بعدناش معاه الفلوس اللي احنا عايشين عليها يعني. فاحنا عندنا التو سبونسرز بتوعنا هم احنا عندنا السبونسر الاولاني لايلو. قلت لكم قبل كده خلاص السمر كوليكشن نزل، بس هم عاملين لنا دلوقتي كود خصم معمول لاول اوردر لاي حد. اي حد هيعمل اوردر من لايلو يكتب من على الويب سايت الحته بتاعه البرومو كود، يكتب وسام باس واحده، وسام 22، وهنبقى لو حد عايز يعرف الكود ده يبقى يبعت لي على الانستجرام او حاجه اديله الكود بالظبط، هياخد ديسكاونت 100 جنيه. ده من لايلو ان كان انت بتشتري عدد ايه، بس اول اوردر هتاخد ديسكاونت 100 جنيه. السبونسر التاني بتاعنا بيكمو اي دي، وبرده اتكلمت معاكم قبل كده، لسه ما ظبطناش معاهم حته برومو كود او حاجه، بس احنا شغالين عليها فعلا. لكن في بيكمو اي دي الناس اللي عايزه الكيكس بتاعت عيد الميلاد والحاجات اللي زي كده، سواء اعياد ميلاد او افراح والحاجات اللي زي دي، كيكس اللي هي على اشكال والكلام ده، برده هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في الديسكربشن. نبدا الحلقه، يلا بينا نبدا ونخش الفقره الاولى. الحلقه هتفضل ماشيه بنفس السيستم اللي احنا اتكلمنا فيه لحد ما تقترحوا علينا لو في ابديتس. احنا هنقسم الحلقه على 3 فقرات. اول فقرتين بتكون من اختيار انا ومندو، بنقعد احنا نرتب الدنيا مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها. الفقره الثالثه دايما هنرجع الهاشتاج عشان تبقى كل الاسئله بتاعتكم احنا جاوبناها، او على الاقل الاسئله اللي وصلت لنا لحد دلوقتي. الهاشتاج شغال على تويتر، شغال على الفيسبوك، بس الفيسبوك بيبقى فيه مشكله ان احيانا في ناس بتكتب بوستات البرايفسي سيتنج بتاعتهم ان اللي يشوف البوست ده الاصدقاء فقط او فريندز اونلي، فاحنا لما بنيجي نسيرش في حاجات اكيد ممكن ما نشوفهاش. على تويتر الموضوع اسهل شويه، او على اكس دلوقتي الموضوع اسهل شويه، فاحنا بنخش نشوف من الهاشتاج ده سواء سكرين شوتس انتوا باعتينها حاجات عايزيننا نتكلم عليها، او اقتراحكم للفقره الثالثه. والحاجه الثالثه اللي احنا اتناقشنا فيها انا ومندو قبل ما نصور، وعايزينكم برضو تقولوها لنا على الهاشتاج لو في عندكم اي اقتراحات. في كومنت اللي زولك وزولني بتاع اليوتيوب، في حاجه ناقصه مش عارفين ايه في حاجه ناقصه، البرنامج جميل بس في حاجه ناقصه وانا مش عارف ايه هي. الكومنت بتاعك زولنا. احنا قعدنا حبه انا ومندو بجد اللي هو في ايه ناقص، في حاجه ناقصه فعلا، بس ايه هي مش عارفين. برنامج حلو بس في حاجه ناقصه انا مش عارف ايه هي. طيب فاحنا هنسيب لكم الاقتراحات على الهاشتاج، والسؤال بتاع الناس بتاع ان احنا ازاي نساعدكم. احنا خلاص احنا بقينا ناس يوتيوبر دلوقتي، عايزين 5000 لايك على الحلقه، عايزينكم تكملوا الحلقه لحد الاخر في اول مره تشغلوها عشان الحاجات دي بتفرق عشان الحلقه تتشاف. طبعا الكومنتس والشير، وشكرا لاي حد حتى لو بيتفرج، احنا بنهزر. بس احنا متشافين. ايه احنا متشافين. انا بلاقي بلوكات بتيجي من دلوقتي. تتكلم على واحد بالعلقه بس تلاقي نفسك واخد بلوك. ليه في حد كلمك؟
ده انا لسه والله ما قلناش حاجه يعني. احنا خدنا هنتكلم في المواضيع دي. ماشي، نبدا الفقره الاولى، والفقره الاولى دي احنا متفقين عليها من الحلقه اللي فاتت. باذن الله. الميديا. يلا بينا. دلوقتي النغمه اللي بتتقال بتاعه الاعلام الاحمر والاعلام اللي بيساعد النادي الاهلي والاهلاويه اللي طالعين في الاعلام، وعايزين نتكلم بقى شويه براحتنا في قصه المواجهات والمناظرات وعدد الاهلاويه والزملكاويه اللي بيظهروا في الميديا والكلام ده. حلو. تعال الاول نعد الزملكاويه الاول والاهلاويه الاول. زي ما انت عايز تعد الاهلاويه اللي علينا ولا اللي معانا عشان تفرق. طب تعال نعد الزملكاويه عشان هم كلهم علينا، مفيش حد فيهم معانا. طيب تعال نمسك قناه كده واحده. اعلاميين ولا ناس بتستضاف ولا الظهور الاعلامي عامه لاي حد زملكاوي؟ الاثنين. تمام. خد بالك مصر فيها خصله كده ان الناس اللي بتطلع ضيوف بيطلع ضيف دائم. يعني هو مش ضيف جاي حد. في ضيوف بيطلعوا على فكره حلقه ويمشوا مثلا، انا مش هعد الناس دي، اللي هو شخص ممكن يطلع كل اسبوعين 3 في برنامج ولا كل شهر ونص على طول. انا هتكلم عن الناس اللي قاعده في برامج مقيمه، سواء هو المفروض مذيع او المفروض ضيف، وخلينا في المفروض دي لان في ناس منهم اصحاب برامج مثلا زي السيد الفاضل رئيس الهيئه مثلا، ده البرنامج بتاعه لوحده اكيد. ماشي. فتعالى نعد مين الزملكاويه، وهنبتدي بالبرنامج بتاع السيد الفاضل رئيس الهيئه. ماشي. ففي عندنا الاستاذ نيمار بين قوسين الكابتن اسلام صادق او بصوت اسلام مهدي يا كابتن الرب، ادي رقم 1. بيستضيف معاه السيد الفاضل رئيس الهيئه، رئيس هيئه المدنقه الاكبر الكابتن رضا عبد العال. المفروض ان معاهم واحد اهلاوي، اي نعم هو بيبقى في اخر الاستوديو كده ما بيبانش وما بيتكلمش كتير، بس هو الكابتن محمود ابو الدهب، فاحنا مش هنعده معانا، احنا معانا 2 كده. تمام. في عندك انا عايزك تقول معايا اسامي عادي عشان انا ماشي صعب اجمع اهو. طيب قناه الحدث اليوم برضه فيها برنامج انا بحبه جدا، استاذ احمد جمال. احيانا مكان استاذ احمد جمال كان بيبقى المذيع استاذ كريم ابو حسين، ادي 2 زملكاويه كده 4. بيستضيفوا الكابتن عفت نصار، ادي رقم 5. ودول الضيوف الشبه دائمين عنده في برنامج ماشي. في مين تاني ممكن هو بيستضيفه زملكاوي؟ احيانا بيستضيف ناس ثانيه زملكاويه زي ايهاب الفولي مثلا، فادي كده 6. في استاذ عبد الشافي صادق ابتدى يرجع للساحه، الحمد لله على السلامه يا استاذ عبد الشافي، عشان انا اي حد من روايح الزمن الجميل لقناه الزمالك انا بتبسط اما يظهر تاني كده سواء. في عندك الكابتن زئر وبين قوسين الكابتن مجدي عبد الغني، بيستضيف معاه الكابتن اسامه حسن دلوقتي، بس يونس مولت بقى خلاص مقيم في قناه الشمس. وقناه الشمس فيها مذيع الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بيعمل برنامج المفروض ان هو توك شو عادي، بس طبعا كل ما الدنيا بتنام كده شويه بيطلع يعمل 3-4 حلقات كوره عشان نشغل الشغل يعني، فدي كده 9. خش على اون تايم مثلا. مش المتحدث الرسمي بيبقى معاه اللي هي البنوته اللي ما هو مش دايما، احنا هنتكلم في الناس الدايمه. تمام ماشي. حلو يعني الضيف برضه هي بتبقى ضيفه بس. استضاف مثلا الكابتن احمد المرغني، عملوا حلقه حوالي 1.5 ساعة، منها تقريبا 1.5 ساعة دي يعني 90 دقيقه، منهم مثلا 80 دقيقه بيتكلموا عن النادي الاهلي، بس مش مشكله عادي. وهم في 80 دقيقه دي بيقول لك اتكلم عن النادي، اتكلم عن النادي، اتكلم مع الزمالك، واخد الزمالك محتوى ليه يا كابتن ابراهيم. مين اللي ممكن يمشي من النادي الاهلي؟ طب احمد عبد القادر يحترف، محمد عبد المنعم يحترف، طب كريستو يمشي، طب مش عارف كل ده وبتتكلم عن بعد كده اتكلم عن ناديك لو سمحت. نص ورقتك 9. مش هنحسبك يا كابتن ميغا عشان انت حبيبنا يعني. يا لون دي كانت يا لون. في حد صح بيقول لي، في حد طلع معايا جست من يومين كده في لايف تيك توك، بيقول لي اصل انت مش عارف ايه كده شيكابالا مش عارف ايه، بس انت ما تتكلمش عن شيكابالا عشان موندو بيتضايق، موندو بيقول لك اصل اللون ومش اللون. ان انت انت اولا ما ذكرتش حوار اللون ده في اي مره انت اتكلمت فيها عن شيكابالا، وكل كلامنا عن موضوع الاخلاقيات والكوره والجو ده كله. ايوه امتى انا اتكلمت عن شيكابالا انت قلت لي ما تتكلمش عن اللون؟ امتى حصلت؟ امتى انا اصلا بتنمر على لوني. انا اصلا بعنصر على نفسي. انا احيانا انت عارف ان انا اللايفات بتاعتي على التيك توك عامه يعني، والناس اللي بتبقى بتحضر يعني اللايفات دي في اي حته في اي مكان ببقى قاعد فجاه النور يطفي، فاهم؟ اقول له بص هضحك هبان وبتاع، فانا الدنيا معايا سهله. اصل في فرق بين ان الواحد يهزر وبين ان الواحد يبقى بيتنمر. لا طبعا يعني ده مرفوض تماما كده. خلينا نكمل، احنا كده 9. نخش على اون تايم سبورتس. في عندك دلوقتي بقى الكابتن العالمي المتوفى الكابتن احمد حسام ميدو بينضم لشبكه اون تايم سبورتس. 10. خالد الغندور 11. ابراهيم عبد الجواد 12. في مين تاني موجود عندهم مسلمين زملكاوي؟ كان الدرديري، استاذ عمرو الدرديري ده ما ينفعش يتساب. 13. في مين تاني بيطلع؟ انا عايز بدور على ناس مقيمه او دايمه، انه هاني هتحط بره اون تايم بس بيطلع على اون تايم الراديو، هو برضه ليه عقد مع المتحده، فدي كده 14. ده اللي الذاكره جايباه. في مين تاني مقيم كده 14 الذاكره جايباه 14 15 واحد، احنا كده 14 بالظبط. بنتكلم في 14 واحد اعلاميا مقيم لنادي الزمالك بالظبط. لو هنتكلم بالمنطق بعيدا عن وجهه النظر الزملكاويه بتاعت ان الاعلام ومش عارف ايه، لان انا مش مطلوب مني ان الاعلام اصلا
يكون نصه اهلاوي ونصه زملكاوي خالص، لان انا شعبيتي مش زي شعبيتك. والا ما لهاش لازمه القنوات الفئويه، قناه الاهلي والزمالك. حلو قوي دي، احنا هنستبعد القناتين دول كده كده ما بنتكلمش عليهم. بس انا بتكلم في مبدأ تاني، لو انت شايف ان انت يحق ليك ان يكون ليك عدد كزملكاوي، يعني لو انت شايف ان انت يحق ليك ان يكون ليك عدد الاعلاميين بنفس عدد الاهلاويه، معلش اشمعنى الاسماعيلي مثلا؟ طب ما الاسماعيلي كمان يبقى ليه 14 15 واحد في الاعلام، والاتحاد 14 15 واحد. انت مسمي نفسك القطب الثاني، ماشي، انت القطب الثاني، انت ليك عدد اكتر منهم لان انت القطب الثاني وهو الثالث واللي بعده الرابع الخامس ايا كان على حسب الشعبيه. بس طبيعي منطقيه لما يبقى مصر فيها 70 80% منها اهلاويه، واللي هيسالني الاحصائيه دي جبتها منين، انا نزلت عملتها انا وموضوع في الشارع من 3 دقائق، وقفنا 4 في الشارع وعملنا الاحصائيه حصل عشان بس نخلص من القصه. بس الطبيعي واللي الناس كلها بتشوفه ان انا كنادي اهلي انا شعبيتي اكبر منك بكتير، طبيعي. فطبيعي ان الناس الاعلاميين هيبقى فيهم اكتر بكتير اهلاويه عن الزملكاويه. بس احنا كده بنعد 14 واحد زملكاوي، واكيد في ناس ساقطه انا عارف كده كان نرجع نلمهم تاني. تعال نعد الاهلاويه عشان نبقى عملنا كل حاجه. مجدي عبد الغني بما اننا ابتدينا عند بسيوني الملط، ماشي، وبيكون معاه معتز زينو، كابتن معتز زينو، ادي 2. البرنامج بتاع احمد جمال ده انا ما بشوفش فيه الافريقي الكابتن محمد عبد الله، انا ازاي نسيت؟ صح كده قفلنا 15 في الزمالك عشان بس ما ننساش. تحيه للكابتن الافريقي الكابتن محمد عبد الله بتاع بوم درس اللي لا يفقه شيء في كره القدم. شكرا. كده في 15 واحد ركناهم على جنب. احنا عندنا كابتن زيرو، كابتن مجدي عبد الغني، ومعاه كابتن معتز زينو، الله يكون في عون الكابتن معتز زينو. قلنا استاذ عمرو الدرديري فهنقول استاذ علاء عزت، ادي كده 3. وخد بالك ان مجدي عبد الغني ده بالنسبه لي ان في باين لسه في كلام هيتقال على عدد الاهلاويه. مع السيد الفاضل رئيس هيئه المضانيق بيكون في احيانا الكابتن محمد فاروق، وده بالنسبه لي يتحط في نفس الدايره بتاعه الكابتن مجدي عبد الغني. بيكون معاه الكابتن محمود ابو الدهب، وده مش هقدر بصراحه احطه في اي حته لانه اصلا بيتكلم يعني كده. الراجل بيبقى قاعد وقت ما حد بيكلمه يقول له انت جاي تكلمني انا وسايبه هو، انت مش نازل عليه هو جاي انا وبتاع. الراجل اللي حرام الحلقه مثلا لو 90 دقيقه برضه، او هو طالع في الحلقه 60 دقيقه بيكلمه بتاع 6 دقائق ولا حاجه، فمش هنيجي على الراجل يعني. ادي كده 5. عندك اللي معقدهم كابتن احمد شوبير، ده في اون تايم سبورتس. كابتن سيف زاهر المفروض انه محسوب اهلاوي، وانا هحسب سيف زاهر كده، وبعد كده نبقى احنا نفصل الاهلاويه دول، لان الزملكاويه اللي احنا اتكلمنا عليهم دول مفيش ولا واحد فيهم قال لك انا محايد ولا بص انا محايد ولا انا الاثنين منهم اللي بيحاولوا يعملوا فيها يعني احنا محايدين وكويسين. انا هتحوت بس انا هتحوت وابراهيم عبد الجواد مع ان الاثنين بيبقى عليهم حاجات من تحت لتحت برضه مش هيقدر عادي، بتنقح عليه طبيعي. طبيعي العرق بيظهر يعني. فاحنا كده 7. عندنا مين تاني اهلاوي بيظهر في الميديا؟ عندنا كابتن ابراهيم سعيد، عندك امير هشام بيطلع برضه في قناه النهار، ادي 9. مين تاني منذ اهلاوي بيظهر؟ عندك احنا شلنا قناه الاهلي والزمالك طبعا. لا قناه اهلي بره وقناه الزمالك تقريبا كده تمام. صح تقريبا انا كده تمام، مش فاكر حد تاني. في حد تاني اهلاوي؟ كابتن محمد جوده بيطلع كل فين وفين، مش مقيم يعني، بيطلع معاه طلع فتره كده. ما هو ثانيه واحده بس، كابتن محمد جوده برضه بيظهر. والناحيه الثانيه في اسمه ايه، احمد دويدار ذو المسيره على طول مع انا يا عم مش هحسب الاثنين مع مين. خلاص ماشي صباح الفل تمام ماشي تمام خلاص اعتمدنا. عندنا 15 قصاد 9 ليه بقى؟ وفي صياح. لا وليه اصلا؟ لا بره عن كده يعني، انت 15/9 وفي صياح، يعني انت بتصيح اصلا ان انت مالكش صوت. لا احنا محتاجين نفكر تاني الموضوع، اكيد في اكتر من 9. معلش واحده بس، في اكتر من 9. في مين تاني بيطلع اهلاوي في الميديا؟ 9. وانا بجد مش فاكر مين تاني اهلاوي يعني. في ناس تانية انت ممكن تقعد تتكلم عليها في الميديا زي ابراهيم فايق مثلا. ابراهيم فايق مش هتعرف تحسبه ولا على اهلي ولا على زمالك ايا كان انتمائه ايه على فكره، لان انا فعلا ما اقدرش اقول لك 100% ابراهيم اهلاوي ولا زملكاوي. بس في الاخر هو بيحاول يقدم لك نوع معين من الكونتنت، او بيحاول يقدم لك ميديا او برنامج في الاعلام بيتكلم في كوره. مظبوط. نفس الكلام ده هينطبق على ضيوف بيطلعوا احيانا مع ابراهيم فايق، تامر وعز مثلا، رغم ان المفروض على كلام الناس يوم واحد اهلاوي واحد زملكاوي، بس مش فارقه معايا ايا كان، الاثنين اهلاويه الاثنين زملكاويه، الناس بتطلع تتكلم في كوره. محمودي نفس الكلام بيطلع، غير تامر وعز عمر عبد الله ومحمد عماره برضه ناس بتطلع تتكلم في كوره. ففي فئه في الاعلام انا مش هتكلم في انتماءاتها، ومش هتعرف حد يعني، ما حدش يعرف يصنفهم ان الناس دي اهلاويه بيتكلموا للاهلي او بيتكلموا للزمالك. تمام. في الاهلاويه بقى اللي احنا عديناهم دول، عندك كابتن سيف زاهر حياديه من الدرجه الاولى، ما تقدرش تقول ان هو شخص بيتكلم عن النادي الاهلي. طبعا الكابتن مجدي عبد الغني ده هنخليه لوحده على جنب شويه عشان هنتكلم عليه براحتنا. وكابتن محمد فاروق. كابتن محمد فاروق ما عندوش اي مشكله اللي الناس بتطلع تقول لك اصل انتوا كاهلاويه بتتنمروا الناس دي. كان الكابتن محمد فاروق ساعتها، وده كان بدايه رحلتي في هيئه المضانيق. عشان استوعب الفيديو ده، الاستضافه الاولى وتعيين اشخاص هيئه المضانيق. اول مره اتكلمت في قصه المضانيق دي كنت جاي طبعا الافيه من استاذ احمد مكي،
حلقه استفزتني جدا جدا، لان انا كنت في يوم فتحت السوشيال ميديا لقيت الناس كلها بتتكلم ان ازاي في الاعلام بتاعنا بيتنمر على لعيب ومش مصري ولسه جاي جديد، كان برونو سافيو لسه جاي الاهلي. فانا دخلت اشوف ايه المشكله يعني. الاتنين نصا كده في الاستوديو بيقول له تقييمك لبرونو سافيو، مش عارف قال له 1 ولا 2 ولا حاجه زي كده. انت عارف طبعا كابتن رضا عبد العال تقييماته مهمه جدا، الله اعلم بيبقى مصدرها ايه، بس هي مهمه يعني. فبيقول له تقييمك لبرونو سافيو، مش عارف قال له 1 أو 2. ازاي الراجل كان بيلعب كويس؟ قال له لا ده برازيلي. برازيلي ده يعني المفروض ينزل يتنطط في الملعب، المفروض اشوف قرد في الملعب. انت شفت قرود؟ لا انا ما شفتش. يمكن ما كلش موز، طب نجيب له موز عشان يعمل اداء كويس. تنمر رسمي. انت قاعد بتتكلم على واحد انه لعيب ده قرد ونديله موز عشان يشتغل وبتاع مش عارف ايه. فانا ساعتها عملت الفيديو بتاع المضانيق ده وبعد كده كملت، لان انا ما اعرفش انت بتقعد تتفرج على الكلام ده. انا يعني انا ما عنديش اكل العيش مور. لا صعب صعب جدا. والله. فده نسخه من المفروض واحد اهو اهلاوي. طبعا النسخه الثانيه لو عايزين نتكلم عليها كابتن مجدي عبد الغني، اللي عايز حبه. الفيديو اللي منتشر بقاله كام يوم هو وبسيوني المولط. طبعا يعني اتنين، واحد اسمه زئر والتاني اسمه بسيوني المولط، اكيد مش هينفع ناخد كلامهم بجد يعني. اتنين قاعدين بيتكلموا يقولوا اصل علاقه كهربا وامام، وكميه بقى كلام سفاله وقله ادب. الواحد لو رد عليهم، لو رد بس بايا كان نوع الرد، هنبوظ الدنيا، هناخد بان وهيترفع علينا قواضي وهتبقى قصه. ومش بعيد هم اللي يرفعوها اصلا. لان الكلام اللي بيتقال مش كلام يتقال على التيك توك، مش كلام يتقال على اليوتيوب. تخيل ده كلام بيطلع يتقال في التلفزيون. اصل علاقه اللي وبعدين انت عندك القابليه والسهوله ان انت تذكر زوجات اللاعبين وتقول يعني هو بياخد مراته معاه، يعني ينفع يعني؟ والتاني يقول له اصل الله مش عارف ايه، السفاله والوضاعه وظهرانك في الاعلام عادي. لكن احنا نفتح لايف ونتكلم في العادي، نقول مثلا الموضوع اللي بيضايقهم شيكابالا اسطوره ولا مش اسطوره. لا انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تتكلم في حاجه زي كده؟ انت عايز تتكلم عن حاجه زي كده وتلاقي الصرخه بتاعت الكابتن محمد منير ودول عايروني وقالوا لي اسمر اللون يا لالوني، معلش انا بنط بالظبط. وتبقى ثواني متنمر مع ان انت بتتكلم فيه كوره مسيره بطولات اهداف مشاركات تاثير في الملعب. انت بتتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالكوره، ما تطلعش بره الكوره. بس انت متنمر ووحش وانت بتكره شيكابالا عشان عنصري. لكن واحد تاني يطلع في التلفزيون يخوض في اعراض لعيبه وزوجاتهم عادي جدا، عادي. الناس ما بتعترضش والناس ما بتتكلمش ومفيش مشكله. طب ايه يا جدعان؟ يعني المعيار بتاعكم امتى هيتظبط؟ غير برضه انت القيامه قامت على موضوع ان انت بتتكلم عن شيكابالا برضه بنفس الذكر يعني بالذات خصوصا كابتن ابراهيم سعيد. الفتره اللي فاتت كلها انت شايف الحمله اللي على كابتن ابراهيم سعيد، كان بيتكلم عن حاجات من وجهه نظره ان انت لا ما تنفعش تعمل كده، لا انت الافضل تعمل كده. معلش، هو كابتن ابراهيم سعيد يعني مش حاجه صغيره عشان يوجه لعيب يعني. امال مين اللي يوجه يعني؟ وانا برضه لازم كابتن بسيوني مولت. مش فاهم كابتن بسيوني مولت مسيرته يعني مسيرته مع المنتخب لوحدها اسطوريه. يعني المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن حد قلت لي 14 مباراه كان تقريبا السيد الفاضل رئيس الهيئه رضا عبد العال. انا جايب لك واحد بقى ما فيش 4 مباريات 3 4 لو غلط تصححوا لي المعلومه. 3 أو 4 ماتشات مسيره اسطوريه يعني. فانت بقى بتتكلم عن مسيره احمد رضا ليه في الكوره؟ يعني انا ما عنديش المعلومه. لا هو بجد والله، بس في مولت ليه يتكلم في الكوره يا عم؟ بلاش مسيرته مع المنتخب. ما هي مسيره الكابتن بسيوني مولت في الكوره؟ انه راح 3 سنين في الزمالك واربعه في انبي 4 في كان في ناشئين الاهلي، اتطرد، طلع على ايدي وعارفين السبب كلنا. طبعا السبب لان هو كان زملكاوي يعني وكده فطردوه عشان مفترين انت عارف. امن على جيبك بالموبايل بس. لا هو مش هنا عم الموبايل مش هنا. الموبايل طيب. راح انبي عمل اوفر، طبعا الاوفر بتاع سيد عبد النعيم اللي هو اتشهر على قفاه ده. راح الزمالك كانوا هيسرحوه. استنى اريحك انا. اتفضل. 29 مباراه مع انبي، 30 مباراه مع الزمالك، فاكر كام مباراه كده مع الاتحاد؟ تمام 4 مباريات. راح عظمان ما لعبش. عظمان ايوه وهو ماشي متسرح اصلا، فسخ تعاقد من الزمالك. فسخ تعاقد مع الزمالك ده كان يعني في مره كانوا هيفسخوا التعاقد بتاعه لما رمى التيشيرت بتاع الزمالك وطلع قال له انا اسف وصلي مضغوط وانا مش عارف ايه، والكلام ده كان في اواخر 2007 حلو. وبعدين في 2009 سرحوه. كان هو واثنين لعيبه كمان، قال لهم بقول لكم اتكلوا على الله، شوفوا انتوا عايزين تروحوا فين، انت مش لعيب حتى ان انا هشوف لك نادي يشتريك، اللي هو افسخ عقده ومع السلامه مش عايزين. ده كده مسيرته مع 4 انديه تقريبا. انت بتتكلم 30 ماتش ولا 25 ماتش و4 ماتشات، وكل ده جايب 8 اهداف خلاص. هو كان ظهير ايسر. وعندك المنتخب 4 مباريات. قاعد بيقيم لعيبه على اي اساس؟ انا نفسي افهم ايه هي المعايير اللي بيطلع عليها ان الاعلام بيختار الناس او اللاعبين حتى. وطبيعي ان انت بتشوف حتى في اوروبا والدول دي كلها انت بتلاقي لعيب قديم بس بتشوف لعيب هنري قاعد جيرارد يعني الناس قاعده بتقيم لعيب. ايوه بتجيب لعيب
انت لو لعيب يا وسام في الملعب ولقيت جيرارد مثلا قاعد بيقيمك انت هتقعد تعمل كده وهتكتب وراه. ايوه لكن مش بسيب. انما انا اسامه حسن ده يقول لي انا دلوقتي انا كده بفورمتي دي اللي هو انا عندي 37 سنه هنزل الملعب مش هسمع منه هيقول لي ايه منطقي. انت عملت ايه؟ هقول له كده والله انت عملت ايه؟ انت مين؟ استاذ عمر هريدي انت مين يالا؟ بالظبط قول لي انت مين. فلا يعني يا جماعه قولوا لنا ايه المعايير اللي بتختاروا بيها الناس. اقول لك انا يا باشا بقى المعايير. الميديا اولا بقت ماشيه بمبدا واحد وهو فكره ان انت عندك مناظره ما بين واحد اهلاوي وما بين واحد زملكاوي. ازاي تختار الواحد الاهلاوي او ازاي تختار واحد زملكاوي؟ انت عايز واحد بتاع بوم طخ بيتشاف عنده نسبه عدد مشاهدات ايا كانت ايه هي، مش مهم انت بتقدم ايه، المهم عندك نسبه مشاهدات. فانت لما تطلع هتجيب لي كقناه نسبه مشاهدات، فانا هيجي لي اعلان. لدرجه ان القنوات البيجز الرسميه بتاعتها او الاكونتس بتاعتهم او الشانلز بتاعتهم على اليوتيوب لما بيجي يكتب العنوان بتاع الفيديو فلان يفهم فلان برد قاتل في الموضوع الفلاني، هو بيشدك انك تخش تتفرج. عارف شو انا اسف يعني، عارف الصحافه الصفراء بتاعت زمان؟ قاعدين في صحافه صفراء، صحافه صفراء رسمي، اللي هو انا مش مهم انا بقدم ايه، مش مهم المعلومه اللي انا بقولها صح ولا غلط، مش مهم اي حاجه بتحصل، المهم ان انا هقدم لك خامه او ماده تخليك ايا كان انتمائك انت مشدود انك تتفرج وتتفاعل معايا حتى لو بتشتمني، بس انت بتجيب لي مشاهدات. توضيح بس للشباب الصغير اللي بيتفرج او حاجه زي كده اللي بيتابعونا، الصحافه الصفراء دي كانت زمان موجوده في عالم موازي بقى للصحافه العاديه، بتضرب اي اخبار، بتقول اي عناوين عريضه كده عشان انت بس تقعد تشتري جورنال وكل مكتوب ده غلط ومفيش اي اساس من الصحه. فدي كانت الصحافه الصفراء، فانت دلوقتي بدل ما بتقراها بتتفرج عليها. طيب انا محتاج اشرح هنا نقطه كمان يا موضوع، هي السوشيال ميديا بتشتغل ازاي؟ يعني ايه اللي بيخلي فيديو على السوشيال ميديا مثلا كيوتيوب، انا هتكلم كيوتيوب، ليه اليوتيوب ممكن فيديو يجيب 1000 2000 وفيديو تاني يجيب 20 30 وفيديو تاني ممكن يطلع 100,000 ولا مليون؟ دي بتشتغل ازاي؟ انا هقول عادي ما عنديش اي مشكله. انا الفكره دلوقتي احنا بننزل الحلقه بتاعه برنامج العلقه، تمام؟ اليوتيوب بيجي يروح لاول 2000 او 1000 شخص بيتفرجوا على الفيديو، والمعلومه اللي انا بقولها يا جماعه ممكن حد يطلع في السوشيال ميديا يقول لي انت غلط، انا ما عنديش اي مشكله لان انا مش خبير سوشيال ميديا، انا بقول المعلومات اللي انا فهمتها عشان بس يبقى الكلام واضح وصريح. انا مش بقول معلومه محتاج التجربه اللي بتاخدها من خلال التجربه بالظبط او من خلال ان انا اتعلمت شويه من الناس اللي حواليا او بناء على التجربه اللي انا فيها. انت اول ناس بتتفرج على الفيديو دول هم اكتر ناس بتخلي اليوتيوب يبتدي يسجست او يقترح الفيديو ده على ناس تانية. يعني مثلا انا بنزل الحلقه دي الساعه 3 العصر، حلو، من الساعه 3 للساعه 4 في 1000 2000 شخص بيتفرجوا على الفيديو مثلا، تمام. لو ال 1000 2000 شخص دول بيتفاعلوا مع الفيديو، يعني مثلا واحد بيعمل لايك، واحد بيكتب كومنت، واحد بيعمل شير للفيديو، ايا كان، الناس بتتفرج على نسبه كبيره من الفيديو، ملهاش دعوه بكام دقيقه، ليها دعوه بنسبه من الفيديو. يعني مثلا الفيديو 10 دقائق لو اتفرجت عليه في 7 دقائق حاجه كويسه، لكن الفيديو الساعه او ساعه ونص لو اتفرجت عليه في 7 دقائق دي مش حاجه كويسه، وهكذا. فهم بيشوفوا نسبه وتناسب الفيديو وقته قد ايه، انت بتتفرج على قد ايه، بتتفاعل مع الفيديو ولا لا، فبناء عليه الالجوريثم او الطريقه اللي بيشتغل بيها اليوتيوب بيحاول يشوف يقيم ان والله الفيديو ده المفروض يتشاف، فابتدي اسجسته او اطلعه لناس تانية يبتدي يتشاف، فبتلاقي الفيديو يبتدي يتشاف وهكذا. تمام. فالناس هم بيلعبوا على الحته دي، انا بكتب لك عنوان يشدك انك تتفرج على الفيديو، فتخش تلاقي فيه خناقه، فانت تقعد تتفرج على الخناقه، فالموضوع يزيد، فانت ممكن تخش تكتب كومنت، مش تعمل لايك بس تخش تكتب كومنت والله فلان الفلاني ده حمار. اليوتيوب ملوش كلام، ما دعوه بالكلام ده. طبعا فيسبوك ونفس الكلام، ملوش دعوه، هو بالنسبه له في فيديو انت اتفرجت عليه كامل كتبت كومنت فالفيديو ده كويس، حلو كده. الاعلام كله شغال على نفس النقطه دي. فين البرنامج دلوقتي؟ طبعا باستثناء برنامجين 3 يعني، فين البرنامج اللي ما بقتش فكرته قايمه على ان انا هجيب واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، او انا اهلاوي وانت زملكاوي وتعالى نقعد نهبد انا وانت، واقعد اقول لك انتوا نادي مش عارف ايه وانتوا نادي مش عارف ايه وانتوا نادي مش عارف ايه، لدرجه ان الموضوع ده راح بقى داخل في سكه المنتخب، واحنا المنتخب عندنا الفقره الثانيه هنتكلم فيها براحتنا يعني. بس الاعلام كله تحول الفكره دي لحد حتى ابراهيم فايق اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه برضه راح عمل حته المناظره دي في نفس السياق، يمكن حاول شكله ألطف شويه، مهني نوعا ما. حاول يخلي شكلها انضف شويه، يعني حاول يجيب مهندس عادل القيعي العالمي على ما تفرج، كابتن احمد حسام ميدو، وقنن طريقه الحديث وطريقه الكلام وبتاع، وهو قنن الدنيا شويه عشان هو راجل مهني. بس ما انا بقول لك نحاول نخليها يعني. ما ديش هدف حقه برضه لازم تتقال، بس احنا بنحاول نخلي مناظره، احنا بنتكلم في مواضيع فيها رايين مختلفين، وما عنديش مشكله على فكره ان انت يبقى عندك كاعلام يبقى عندك اراء مختلفه، ان هي اصلا يا وسام هي قايمه اصلا ان هي اهلي وزمالك يعني كده وده الطبيعي، ان انت هتجيب راجل اهلاوي وراجل زملكاوي يقعدوا يتكلموا مع بعض او ايا كان صفاتهم ايه، بس الناس دي بتمثل الاهلي والزمالك، حتى لو اتنين مشجعين قعدوا يتكلموا قصاد بعض بس ده بيمثل الاهلي وده بيمثل الزمالك، بس الناس دي بتقول ايه؟
انا هنا دي مشكلتي. ايوه بالظبط. يعني انا مش مشكلتي ان انت جايب اهلاوي وزملكاوي يتكلموا مع بعض، لا، بس انا ما اجيبلكش اتنين قاعدين من كتر ما هم عايزين يضربوا في بعض الكلام او يلطشوا في بعض. اسامه حسن يقول لمعتز يقول له انت عملت ايه مع النادي الاهلي، انت خدت ايه مع النادي الاهلي، انت كنت بتاخد بطولات وانت قاعد دكه، والتاني يبرر له يقول له يا ابني ده انا لاعب مش عارف ايه ده، ايه التهريج ده؟ ما هي الفكره ان انت الشخص اللي انت بتختاره ده، لو انت زي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ابراهيم فايق مثلا راح اختار احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو مهما كانت اختلافاتك معاه او اراءه او ايا كان، هو عنده الحته بتاعت ان هو اعلامي، بعيدا عن ان عنده برضه العرق الزملكاوي بتاع المظلوميات ومش عارف ايه. هو ساعات بينفيها على فكره المظلوميات دي. الحلقه بتاعت بص عبد التاجي ابتدى الكلام ان يا جماعه ما ينفعش يبقى كلام الزملكاوي دايما عن المؤامرات ومش عارف ايه والكلام ده، مش هيجيبنا قدام. كل المؤامرات والمظلوميات على مدار كل الحلقه الحلقه بيرص كل احنا مظلومين من التحكيم ومظلومين من الاتحاد وما بناخدش فلوس، واحنا من نادي وطني وراح مطلع المنديل بمرزباخ. هذا مرزباخ. ده اي كيو، ده الكابتن طارق اي كيو، انا نسيته ما عديتوش معانا. بس يعني المهم هو قال جمله وبعد كده عمل كل حاجه عكسها، وعادي عادي مفيش اي مشكله. وبعيدا عن ردود افعال الزملكاويه دي كانت كوميديا بالنسبه لي بصراحه. يعني انا لما شفت ردود افعال الناس قبل الحلقه، انا ما اتفرجتش على الحلقه لايف، شفت الاول الناس بتتكلم ازاي، فانا قلت ازاي واحد بقيمه المهندس عادل القيعي يعني ميدو ده هيسد معاه ولا هيقول له حاجه؟ فدخلت اتفرج لقيت ميدو مزنوق زنقه، هو بس كل ما يقول حاجه يروح تاني بترد عليه بكلمه، يديله نص جمله الموضوع خلص، وميدو يقعد بقى مظلوميات وبتاع، ما بيردش على المعلومه كمعلومه. يعني انت مثلا الرعايه ومش عارف ايه، لا كلام في المطلق كده اللي هو عارف الكلمه اللي احنا بنقولها دايما في اللايفات للزملكاويه بتاعت طب ماشي انت المفروض تاخد رعايه زي انت، الاسماعيلي ما يتساويش بيه. قال له نفس الكلمه. انا ضحكت لما سمعتها. قال له نفس الكلمه. اقعد بقى انا اسف في اللفظ، اقعد اهبهب بقى واقول اي كلام بقى والمظلوميات. هو احنا ممكن نناقش في الحته دي حاجه؟ اتفضل. عادي يعني. عادي خد راحتك. الحته بتاعت ليه الاسماعيلي ومش ليه الاسماعيلي اللي احنا بنرد بيها دي، حصل نقاش هتضيق كده، فرسائل على الخاص بيني وبين شخص ما زملكاوي عايز يتكلم معانا والكلام ده كله، وكان طالب ان احنا نتكلم مع بعض والامور مش بخير، فانا قلت لا ناجل الكلام شويه. تمام. فدخلنا في سياق الموضوع فكره المظلوميات ومش المظلوميات والكلام ده كله، فبيقول لي كلمه، انا الكلمه دي بتستفزني جدا، اللي هي ايه يا اسامه؟ المساواه في الظلم عدل. انا الكلمه دي بتعفرني والله، الكلمه دي بتعفرني. ايوه ليه؟ لان اللي بيستخدمها بيبقى شايف ان هو الظلم اللي هو واخده او اللي هو بيظلم بيه غيره مش كافي ليه. ايوه، هو عايز يتساوى معاك في نفس الظلم اللي يظلم بيه الناس عشان يتراضى. ده لو انا مشيت معاك في ان انت اصلا مظلوم او ان انا ظالمك، فقلت له كده بالنص، قلت له طب انا همشي معاك ان النادي الاهلي مثلا ظالم الانديه وظالمك انت، تمام؟ هل انت ما بيتظلمش انديه تانية على حسابك؟ مفيش رد. لا مفيش رد. طب انت دلوقتي زعلان عشان انت ما بتاخدش نفس الظلم دوت للانديه التانية زيك زي الاهلي؟ الرد كان ايه يا وسام؟ هو انت عايز تاخد الظلم كله لوحدك؟ هي الفكره، هي هنا الفكره عندهم ان هو عايز يظلم بقيه الانديه زيك. في سؤال محدش فيهم بيجاوبه، ما هي المقومات اللي تخلي نادي الزمالك يصلح ان ياخد نفس فلوس الرعايه بتاعت النادي الاهلي؟ ده مش رعايه بس يا وسام، لا يعني انا بتكلم في حته الرعايه. الرعايه لوحدها ايه هي الاسباب يا جماعه؟ ده سؤال بجد انا محتاج واحد زملكاوي يجاوبني عليه. ايه هي الاسباب اللي من وجهه نظركم مخلياكم تستحقوا انكم تاخدوا فلوس النادي الاهلي؟ نفس السؤال هيساله اسماعيلاوي زملكاوي، الاسماعيلاوي بيقول له انت ليه بتاخد اعلى مني؟ بالظبط. مع ان انا نادي الاسماعيلي اول نادي اخد افريقيا في مصر، وانا الاسماعيلي بقى معروف. ما يتحسبش كده، هي مش بقول واحد يلحق ايه. بالظبط، الله ينور عليك. الفكره ان انا قلت الاول مش اللي يلحق، اللي هو انا واحد رحت عيطت في موضوع انا ماليش فيه، انا اللي قلت. مش عايزين هنخلي الرعايات دي برضه في حلقه ممكن نتكلم فيها بالتفصيل شويه عشان نخلي الموضوع ده على الاعلام تاني. بس هي الفكره بتاعت الاعلام، لما تيجي تقيم الاعلام اللي بيحصل، انت النهارده الناس تيجي مثلا تطلع تقول لك ايه، اصل انت زي ما اتقال لي في لايف قبل كده، انت وسام واحد من اسباب التعصب، ومندو واحد من اسباب التعصب، واتقال اسامي ناس تانية بس عشان نتكلم فيها يعني. بس فكره ان انت تيجي تسيب الناس، معلش مع كامل احترامي يعني، يا سيدي انا جميل وحلو ومتشاف وعندي شويه فولورز وبتاع، في الاخر هم حبه قد كده مقارنه بناس تانية عتاوله على السوشيال ميديا. حلو، انا لسه لا اذكر على السوشيال ميديا، ده رقم واحد. رقم 2، مهما كنت وصلت على السوشيال ميديا، يعني انا بكره الصبح صحيت لقيت عندي 1,000,000 سبسكرايبر، هل انا هبقى بتشاف اكتر ولا الناس اللي بتطلع في الاعلام في التلفزيون؟ صح كده؟ انت بقى سايب الحاجات اللي بتتقال في التلفزيون وسايب كيف يدار الاعلام الرياضي في مصر وجاي تكلمني انا. يعني انا اصلا ما بعملش حاجه غير ان انا برد على الناس دي لما تتكلم، فانت تسيب الناس دي وتيجي تقول لي انا اصلا انت بتعمل وبتعمل. عارف المشكله في ايه يا وسام في القصه دي؟ وهنتكلم بقى جد سيكا في الحته دي، ممكن اعمل لك عداوات انا يا عم قول، خليها على الله. انا بفهمك قبل ما اتكلم يا عم خد راحتك. استنى بقول لك ايه يا وسام، طبعا هنخش في عداوات بقى. ودي
عارف المشكله مع الناس اللي بتتفرج دلوقتي عليك مثلا في السوشيال ميديا او عليا او الكلام ده، يقول لك انتوا اللي بتعملوا التعصب والجو ده ايه، ان هو واخد على مقدم المحتوى الزملكاوي او الاهلاوي اللي موجود قاعد عامل العاب، وفي ناس قاعده معاه باهلاويه او زملكاويه في اختلاط كده موجود، وقاعدين بيلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض، ومفيش بقى. لا معلش، انا مش عامل المحتوى بتاعي مثلا، او انت عامل المحتوى بتاعك عشان اقعد العب مع زمايلي والكلام ده كله، ده جانب ترفيهي، انا مش بنتقد الجانب ده، فاهم، بس انا بتكلم مش ده الاساس، مش دي الفكره. انا كراجل اهلاوي مثلا طالع من وسط مشجعين النادي الاهلي، انا مش طالع بتكلم او مش ما عنديش دلوقتي النيرف بتاعي عالي عشان انا بتكلم بالحميه دي عن النادي الاهلي عشان اطلع العب. لا انا مش طالع العب، انا شايف النادي الاهلي بيتاخد في مكان معين كده، ان هو هيتهاجم، هيتحط الضوء عليه في حاجات معينه عشان تعمل له عقبات في طريقه او لا انا هقف لك، انا مش طالع العب معاك ولا طالع اقدم لك ماده انت نقعد نضحك انا وواحد زملكاوي والكلام ده كله. لا، انا هناظر اي زملكاوي في اي قضيه هو عايز يتكلم فيها بيدلس فيها على النادي الاهلي وهواجهه، وده اللي انا طالع اعمله. لو ده بيعمل تعصب، انا عايز اقول لك يبقى اللي في التلفزيون دوت ياجوج وماجوج قاعدين بيتكلموا. والله مش بهزر، يبقى احنا كده في حاجه غلط. مشكله في السوشيال ميديا يا مندو، يعني ربنا يستر من العداوات. الناس بعد ما بتبتدي تتشاف شويه على السوشيال ميديا بيبتدي واكيد حاجه كويسه، يعني انا ما بنكرش مش عيب ان انا واحد من الناس هتبسط لو لقيت فيديو ليا راح اتضرب وجاب مش عارف كام فيو وجاب كام لايكس والكلام، اكيد دي حاجه تبسط ان انا احس ان الحاجه اللي انا بقدمها عاجبه الناس والناس بتتفرج عليها وكل ده. يعني انا دلوقتي حتى بقولها بهزار مع الناس في اول حلقه، يا جماعه انا عايز 5000 لايك ومش عارف ايه، انا لو جيت لقيت على الحلقه 5000 لايك و6000 لايك والفيديو مش عارف اتشاف قد ايه، اكيد اتبسط، انا مش هنكر حاجه زي كده، بس مش ده الهدف. هي الفكره ان انا ما احولش بقى دي الازمه اللي انت بتتكلم فيها، في جانب ترفيهي، في جانب هزار، في حاجات كده نفس على السوشيال ميديا بنهزر وما بنعملش حاجه مفيده، بس مش ده الهدف. مش الهدف ان انا اول ما ابتدي اتشاف فانا ابقى بدور على الطرق اللي تخليني اتشاف اكتر، فانا ابتدي اتحول لشخص حيادي شويه عشان ابقى عايز اكسب. وانا لما بقول الكلام ده في ناس بتزعل، ولسه قايلها لواحد من يومين في لايف برضه تيك توك، قلت له انا اسف بس لو انت بتقول لي رايك في المحتوى بتاعي كراجل زملكاوي فانت رايك لا يعتد به وملوش عندي اي لازمه، مع كامل احترامي ليك كشخص. انا مش هدفي ان انا ادور على ناس كتير تتفرج، فانا ابتدي اتحول من الشخص اللي كان بيدافع عن النادي الاهلي للشخص اللي هو يعني يا جماعه النادي الزمالك هو القطب الثاني في مصر برضه ونادي ليه احترامه وبتاع. لا يا باشا مش انا، مع كامل احترامي لنادي الزمالك والمشجعين نادي الزمالك ولاي حد بينتمي لنادي الزمالك واي حد ماشي بخطين مع ايا كان حتى الزمالك. يا جماعه انا راجل اهلاوي، انا طالع ارد على النادي الاهلي، انا طالع ادافع عن النادي الاهلي، اللي عاجبه اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه ادي دماغه وادي الحيطه يتعرفوا على بعض. انا ايه اللي يعيبني في حاجه زي كده؟ انا مش انت المفروض دلوقتي عندك الشخص اللي بيقدم لك الماده الترفيهيه اللي انت عايزها، لما تشوف حد بيتكلم ما تقطعش بقى تقول له انت مش حامل حمى، انت اصلك مش عارف ايه. يا عم انا حامل حمى، انت زعلان؟ يا عم انت مالك؟ انت متضايق ليه؟ ولا عشان اللي انا بقوله تعبك؟ هي دي بقى، بس انت عايز واحد يطلع زي رضا عبد العال يقعد يقول لك 0 0 0 ومش عاجبني، هو ده اللي عاجبك؟ عايز حد يطلع يقعد ينفخ لك في اي لعيب على الفاضيه وعلى المليانه؟ عايز حد يطلع لك ناصر ماهر يقعد يقول لك اصل النادي الاهلي ما فيهوش اساطير واحنا نقعد نتفرج عليه عاملين له كده نقول له برافو وانت تتبسط؟ برافو يا ناصر. لا انا ابسطك، انا اولى ابسطك. معلش انا اولى ان انا ابسطك، حقي كمواطن. انا توكيل الانبساط ده عندي انا، والواحد لا بيهين نوادي ولا بيهين جماهير ولا اي حاجه. كل الفكره انت بتقول المعلومه دي غلط انا بصححها. في جيل كبير قوي طالع يا وسام، انا اتقالت لي كده حرفيا في رسائل، وفي رساله انا مش هنساها من شخص يا وسام عنده 65 سنه. الراجل ده دخل خاص كلمني قال لي كده بالنص، قال لي يا ابني انا عرفت منك حاجات ما كنتش اعرفها عن النادي الاهلي. طب انا مش عايز غير الشخص ده 10 زيه يشوفوني، مش عايز حاجه تاني. الحاجات دي اصلا بتخلي الواحد طاير. بس وطفل صغير عنده 11 سنه برضه واسمه ياسين، وواحد تاني اسمه لوكا، انا بقول اساميهم اهو عشان يتعرفوا، عشان هم هيتبصوا لما يشوفوا الكلام ده بيتابعونا ويقولوا احنا اتعلمنا منك حاجات كتير. لما حد زملكاوي يقول لي انت واخد لقب نادي القرن، التخصص طبعا بتاع حضرتك، الكاميرا معانا هنا لو سمحت. نادي القرن ده انا الموضوع ده يطلع شاب يقول لك انا اتعلمت ارد على زملكاوي ازاي لما يجي يقول لي ان انتوا واخدين نادي القرن ده بالطريقه الفلانيه او الفلانيه او الفلانيه. والله ده الهدف. انا قلتها كذا مره لحد ما حد يقول لي انت مثلا بتتناقش مع زملكاويه ليه؟ يعني انت هتقنعه مثلا ان الاهلي نادي القرن؟ والله العظيم ما فارق معايا خالص. يعني انا ما بيبقاش الهدف من المناظره او من المناقشه الله ينور عليك ان وانا قايم الزملكاوي مسلم عليا يقول لي لا النادي الاهلي هو نادي القرن، انا اقتنعت. لا ولا الهوا مش بس فارق. انت خليك مقتنع زي ما انت مقتنع، بس انا يهمني الشخص الاهلاوي اللي هيتفرج عليا يكسب معلومتين 3 زي ما انا على فكره اتفرجت على ناس وكسبت منهم معلومات. انا مش بقول برضو ان انا يعني الشخص اللي ما فيش منه 2،
بس هي الفكره احنا المعلومات بتلف بيننا وبين بعض، عشان لما تيجي تسمع جمله زي ان النادي الاهلي اصله اتجامل عشان مصطفى مراد فهمي، تقف له تقول له لا يا باشا، مصطفى مراد فهمي فين اللي اتجامل؟ لما السيستم بوينت اتحط سنه 94، سنه 94 كان الاهلي واخد بطولات قاريه اكتر منك يا باشا. في ناس زملكاويه طالعين على التيك توك بيقولوا 99 98 السيستم بوينت اتحط 98. واحد الله. وفي عيسى حياته في ساحل العاج. عم انا عبد الله هنفضحك في اي حته على ميز عماني. لو انت فاكر ان احنا مش هنفضحك يا عماني. يا جدعان عماني ده اهلاوي، هو اللي قال لنا المعلومه عشان ما حدش يقول مش عايز يقول هو مين، فاحنا سيحنا له برضه، واحنا عرفنا هو مين عامه عم هاني، بس احنا برضه مش هنقول مش هنقول لا خليه مستور. المهم يعني قصه الميديا دي عشان نلخصها او نختصرها الموضوع بكل سلاسه وبكل بساطه، في الاساس او الجذر زي ما انت بتقول كده في مشكله، ما تجيش تعتب عليا، حل لي مشكله الاعلام الرياضي، قدم لي اعلام رياضي محترم، مش ناس طالعه تقعد تزعق في بعض وتقعد تجعر، واقعد انا اوطي بقى التلفزيون لان الاثنين عمالين يصوتوا في نفس الوقت، تلاقي استوديو فيه 3 4 على 4 بيتكلموا في نفس الوقت والدنيا سبهلله. حاجه كده بتفكرني باللقطه بتاعت الكابتن احمد الطيب، احنا ما قلناهوش. ايه ده؟ برافو. بس ده برضه ضيف مش دائم فمش هنقول، بس ده احنا هنقول كده معلقين وبتاع. يعني المعلقين دي حمله تاني لسه ممكن نخليها برضه في مكان تاني، بس قدم لي حاجه محترمه تخليني انا قاعد كمشاهد، انا قاعد بتفرج وانت بتتكلم في الكوره، مش انت طالع تلقح وترمي كلمتين وتقعد تصوت لي وتقول لي مظلوميات وبتاع، ويبقى اثنين قاعدين بيزعقوا مع بعض وخلاص. قدم لي حاجه نقاش محترم حتى لو في خلاف في وجهات النظر، بس نقاش محترم اتعلم منه حاجه، استفيد منه حاجه، بعدين تعال حاسبني. اول حاجه هنا يا وسام نختم بيها حتى الفقره دي، قول ان يا ريت بس الناس المسؤوله عن الاعلام الرياضي في مصر تفهم ان الجيل الحالي والجيل اللي قبل منه على طول دماغهم اكبر مما انتوا متخيلينها. الناس دي بتفهم، واعيه، عارف ان انت بتقدم له ماده كوميديه ساخره ده ولا اي حاجه بالنسبه له، وبدات الناس تبعد اصلا عن الفرجه عن الحاجات دي لان بقت خلاص ماده للسف. الزملكاويه واهلاويه بيسفوا على الناس اللي قاعدين، شايفين ان ولا حد منهم بيمثل اي قطب من القطبين زي ما بيقولوا. لا انت بتمثل الاهلي ولا انت بتمثل الزمالك، فانت مالكش لازمه، وجودك مجرد تخاريف قاعد بتقولها، عمال تضحك الناس، بتخش بيوت الناس بكلام ما يصحش زي الكلام اللي بيتقال على مثلا امام ومراته ومش عارف ايه، والكلام الفارغ اللي بيتقال ده كله ما يصحش يبقى على الاعلام. فكرك بحاجه صغيره يا وسام كده، ارجع بالتاريخ ورا، هتلاقي عمر ما في اعلامي اتشتم في مدرج وسط الجماهير الا في الحقبه الزمنيه اللي ظهر فيها كابتن احمد شوبير مع مودرن، وبدات الانطلاقه من هنا. ما بتكلمش على احمد شوبير بنفسه، انا فاهم، انا بتكلم على الزمن ده، الزمن اللي هو اللي بدع الفكره، عشان كل واحد ياخد حقه. اللي بدع فكره البرامج دي كابتن احمد شوبير، وكلهم بيعترفوا كده، وهو الاب الروحي اليوم مع احترامي للناس كلها. تمام. من هنا وبدات بقى ايه يعني، ممكن عند كابتن احمد ما بنتش قوي قصه ان انت تجيب واحد وواحد ويضربوا في بعض والجو ده، هو مش سكته السكه دي. فاهم حاجه؟ ان الراجل ده عنده نوعا ما حاجه بيقدمها، انما الناس الفاضيه انت فاهم بيعملوا ايه اللي احنا عاملين نحكي فيه. من هنا بدات السباب والكلام ده كله يدخل المدرجات، فاللي بيدور على التعصب وبيعمله مش الجمهور اللي قاعد في بيته ولا واحد طالع على اليوتيوب ولا واحد طالع على تيك توك، لا، جاي لك من التلفزيون اللي هو مفتوح في بيتك 24 ساعه، وانت بتصدر لي فكره. انا بتشحن بروح مدرج ولا بقابل واحد صاحبي على القهوه ولا بتاع، بنزل بالشحنه دي افضيها فيه. هي دي الفكره كلها، وده ملخص الموضوع بالنسبه للاعلام والتعصب. لما تجيش لواحد قاعد على السوشيال ميديا تقول لي بيعمل تعصب، تقول ده فينا يعني. اخر حاجه عشان اقفل معاك موضوع الاعلام ده، لما كنا بنتكلم في قصه المناظرات والكلام ده، حتى لما جينا اتكلمنا في الاخر قلنا مثلا ان ابراهيم فايق كان حاول يعمل مناظره محترمه شويه بعيدا عن الاراء، اما يطلع واحد زي الكابتن احمد الطيب، وانا بحاول احط حرف الب اجباري، يقول لك طول عمري بشوف المهندس عادل الطيب حد كبير قوي، اول مره اشوفه صغير قوي، اقصد ان اللوك وقصه الشعر صغرته جدا ورجع شباب بفضل مشرط الطبيب الجراح ومصفف الشعر العالمي ميدو في مركز تجميل المجرم ابراهيم فايق. وطبعا انت عارف بيبقى البوست بتاعه كله ايموجيز وحاجات زي كده، كابتن احمد طيب اللي هو قصته كلها بتبقى كده دي. فده النموذج اللي المفروض واحد اعلامي بيطلع في التلفزيون، معلق رياضي معروف، بيطلع يحاول يقدمه لنا، وبعد كده يقول لك اصل الناس زي ما انت بتقول، اصل الناس اللي على السوشيال ميديا ومش عارف ايه هم اللي بيقدموا. اللي انا اتمناه بقى عشان نبقى فاهمين القصه دي، ان اللعيبه او الناس اللي بيتكلموا عليهم دول، وطبعا ده يعني ده انا مش هتكلم في حاجه، دي حاجه ذوقيه اخلاقيه، ودي حاجه مش موجوده عند الكابتن احمد الطيب، فدي مش هنتكلم فيها. لكن مثلا النقطه اللي ذكرناها من شويه لما جابوا سيره امام عاشور، ودي رساله لامام عاشور، اتمنى انك تروح ترفع عليهم قضيه، انا معاهم بقى واحده تعلمهم الادب عشان نبقى فنان. فلازم حاجه زي دي تحصل. نخش بقى الفقره الثانيه،
سجو. الفقره الثانيه هنتكلم شويه عن منتخب مصر. هو حلم الوصول الى كاس العالم. الله بتستفزني. حلم دي بتجنني والله العظيم بتستفزني. اللي هو يعني ايه حلم الوصول لكاس العالم؟ يعني ايه مجموعه انا بلعب فيها بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يا ريتها غينيا الحقيقيه حتى، غينيا بيساو وسيريالون وسيراليون، عشان انا دايما بتلخبط في اسمها بقول سيريالون على طول مش عارف ليه، بس هي سيراليون. ومعاك اثيوبيا، مش عارف احنا مين ده. ايه ده؟ يعني ايه انا معايا مجموعه بالفرق دي وابقى ده الصوره اللي انا بوصلها للناس، حلم الوصول لكاس العالم؟ لما ده حلم، امال انا يعني لو بلعب مثلا مع نيجيريا والسنغال في مجموعه كنت عملت ايه؟ امال 2010 دي كانت ايه مثلا ده انت دلوقتي النظام اتغير، ان انت يعني السنه دي بالذات او التصفيات بتاعه المره دي اول مره كاس العالم يزودوا فيه عدد المنتخبات، فانت بقى عندك 9 مقاعد ونص. والناس اللي مش فاهمه يعني ايه ونص برضه، بافتراض ان حد المعلومه دي مش عنده، احنا 9 مجموعات في افريقيا، هياخدوا الاوائل التسعه وبعد كده احسن 4 تواني هيصفوا، هيطلع واحد من افريقيا وواحد من اسيا يلعبوا بعض على مقعد في كاس العالم، فعشان كده بيسموها ونص. الملحق انت يا اما هتاخد انت المقعد ده يا اما هيروح لاسيا، ده عادي. بس انت ضامن 9 مقاعد مش 6 زي الاول، فانت المجموعات بتاعتك بقت 9 مجموعات مش 6 زي الاول، فالدنيا بقت سهله خالص. المجموعات التقيله كلها، او مش المجموعات، المنتخبات التقيله كلها راحت منك. انت بقت مجموعه الموت، بس الموت من الضحك، مش مجموعه الموت اللي هو انت قلقان منها يعني. ليه بقى تصدر لي صوره الحلم؟ ليه واحد زي كابتن حسام حسن، مع كامل احترامي ليه، ومش هتكلم في كابتن حسام حسن فنيا او اراء فنيه، مش دي القصه اللي هتكلم فيها دلوقتي، بس ليه يطلع بعد الماتش مثلا ماتش غينيا بيساو اللي عندك علينا في واحد بالعافيه ده، وقبلها طبعا بوركينا فاسو زنقانه شوط كامل في استاد القاهره. أيوة. رغم انه كان حدث ان انت في استاد القاهره عندك عدد الجماهير دي، وكانت حاجه ما حصلتش بقى لها فتره. بقالك فتره بتلعب في ماتشات مصر دي كده بالحب يعني، بس انت وصلت ان انت ليه تروح تلعب غينيا بيساو تتعادل 1-1 بالعافيه باداء سيء؟ اقل كلمه ممكن تقال اداء سيء، يطلع يقول لك اصل انا كنت مستمتع باداء اللعيبه بتاعتي زي اي حد بيفهم كوره في مصر، زي الجماهير المحترمه اللي بتفهم كوره في مصر. يعني لو احنا شايفين ان الاداء وحش احنا ما بنفهمش كوره، هو مش محترم برضه عايزين البلف. حط البلف في بقك معاك بلف تتكلم في الكوره، ما تتكلمش في الكوره، طالما معكش بلف تحطه في بقك معكش بلف ما تتكلمش في الكوره. ايه بقى عايزين نوصلوا لفين؟ لو تفتكر من فتره كده احنا اتكلمنا في القصه دي، وانا وانت اتكلمنا في القصه دي، وقلت لك نفس الكلام بالنص يا وسام. قلت لك يعني ايه حلم؟ حلم ايه؟ علم ايه بالظبط؟ ده مش حلم، انا عايش دي في واقع، وهطلع اول مجموعه وهروح مرتاح، انا مش هلعب ملاحق. ايوه انا مش لازم اعيش في دراما يا جماعه، انا شبعت دراما. الجيل بتاعنا كفايه كفايه، وبالذات المنتخب. درامات المنتخب بالنسبه لنا، انت يا ما بتروحش يا بتعكنن على ناس ما توديهاش. ايوه كاميرون بيكرهونوا كوري يلعبها. ايوه فاكر انت، والله دي قصه حياه المنتخب في كاس العالم. طب انت دلوقتي عايز ايه؟ الستة بقوا 9، يعني حتى لو انت كنت على الحروكروس. 6 اكبر ولا 9 بن؟ الستة اكبر ولا 9؟ لا 9 يعني بالبطولات. لا كان غير مبادئ معلش. فانت عندك المنتخبات التقيله زي ما انت قلت وذكرت من شويه خلاص يعني اتوزعت والدنيا بخير، فانت المفروض كده ان كل منتخب ليه اسمه في قاره رايح كاس العالم. ده المفروض مفيش اصلا نقاش، مش هنتناقش. انت ممكن تتكلم في جزر القمر بقى والصومال مثلا، هم اللي هيلعبوا الملحق، ممكن واحد فيهم يروح يلعب الملحق مع اسيا. في منتخبات كبيره واقعه بصراحه، بس سيبك من القصه دي. لا بس بكلمك ان الفرق الكبيره الاسامي اللامعه طبيعي انك رايح. انت رايح. انت هتشوف كوت ديفوار وهتشوف نيجيريا وهتشوف الكاميرون وهتشوف مصر، المفروض يعني ان مصر تبقى موجوده، جزائر، تونس، في ايه امتى عايزين تروحوا؟ طيب ما بالظبط. فانت كابتن حسام عايز تصدر لي فكره ان انت عايز تعمل انجاز. انت مش هتعمل انجاز ايا كان ايه اللي هتعمله. الفكره كلها الانجاز اللي هتعمله في المجموعات في كاس العالم هتعمل ايه. الله ينور عليك. انت مش دي اللي انت الانجاز. لا انت انجازك معايا انا احسبه لما تروح مجموعات كاس العالم، انما حضرتك بتعمله دلوقتي مفيش اي انجاز. المفروض ان انا لو دربت مصر نوصل كاس عالم. كابتن رضا عبد العال لو درب مصر هيوصل كاس عالم. انت هتقول لي انت، بقول لك كابتن رضا عبد العال لو يعني ده قيمه طبعا، فيعني انت ما احنا عارفين يعني كابتن رضا مدرب كبير يعني. فلو درب يروح كاس عالم. كابتن حسام في ايه يعني؟ انا كنت شفت حد بيتكلم، بس انا فعلا ذاكره خايناني، مش فاكر مين، واتكلم عن فكره ان انت كنوع من المدربين او المديرين الفنيين موجودين، عندك كوتش وعندك مدير فني وعندك القصه دي كلها، وفي حد بيكاتشن وفي حد اداره وبتاع وجوده كله. فقال لك ان الكابتن حسام لا ده ولا ده. بمعنى ان انت لا انت عارف تدير اللاعبين وتتعاطى معاهم، ولا انت عارف تبقى مدير فني جوه الملعب كتكتيك والكلام ده كله. ففي مشكله كبيره بنواجهها، ولو الجانب الفني انت مش حابب تتكلم فيه، فلو بنتكلم في الجانب بقى اللي هو بتاع الحلم والتصريحات، كابتن حسام حسن ممكن الحاجات اللي بيعملها تتدارى وتعدي، بس بيطلع يتصرح تصريحات بتتلف كل حاجه هو بيعملها.
يعني لو انا هعدي لك عشان انت حسام حسن، فانت لما بتتكلم بتبوظ الدنيا. هي الفكره ان حسام حسن اسطوره كمهاجم طبعا محدش يقدر يتناقش فيها، ما فيش كلام. كمدرب لا احنا هنا بنتكلم في قصه تانية خالص. كمدرب بقى ايه انجازات كابتن حسام حسن اللي ولازم- وصلته ان هو مدرب منتخب مصر والله اعلم. بالظبط، ولازم هو يتحمل النقد ده. ايوه هي دي بقى النقطه، هي النقطه اللي انا بكلمك فيها ايه، انجازات الكابتن حسام حسن. هل الكابتن حسام حسن وهو مدرب ليه الانجازات الخارقه اللي تخليه مؤهل انه يدرب منتخب لا مصر؟ هو تقريبا اللي انا الاجابه فاكره، بالنسبه لي لا. اللي انا فاكره 2 كاس مصر مع الزمالك باين، كان ولا واحد باين. وتالت الدوري مرتين مع المصري، والزمالك قادم، والقميص والزمالك قادم بس. الزمالك قادم دي شال بعدها 3 في الكاس عادي. بس والله ما استهزاء، بس الفكره كلها ان دي الانجازات اللي في حاجه عايزه افتكرتها، قدره كنت عايز اقولها لك وعمال افكر فيها وانا جاي في السكه. اتفضل. المنتخب يا وسام بيفضح ازاي النوادي، صح. يعني حاول تفهمني في القصه دي. انا ممكن ما اعرفش اصيغها زي ما انا جوايا عايز اطلعها، بس انت ممكن تصيغها احسن مني. ان المنتخب انت خلاص انت مش في نادي، انت قاعد في نادي، فانت محكوم بلعيبه معينه، فايا كان اللي هتعمله هيبقى انجاز. ليه؟ انا مسكت المصري بيفنش سابع ثامن سادس، لما فنش بيه ثالث زي الفل، انجاز. انما انت واخد منتخب مصر معاك اللعيب اللي هتشاور عليه، فانت هتيجي تقول لي ان انا انجازي ان انا حلم روح لا عندك بقى واهدى كده ووحد الله. احنا رحنا كاس العالم واحنا بنلعب على لعيب واحد اسمه محمد صلاح في الملعب، وشكرا على كده دوبك بندافع. انت فاهم حاجه؟ فانت لا، حاليا في نوعا ما تحسن معاك في اللعيبه اللي موجوده وادائها والكلام ده كله، مع تحفظي على الاختيارات. ما هي دي بقى اللي كنت لسه هقول لك عليها، فالمشكله عندك. عشان كده بقول لك المنتخب بيفضح المديرين الفنيين اللي بيقول لك انا ما امسكش المنتخب ليه. طب اديك مسك. هي انا بقول لك انا مقتنع بكل صراحه ان هي ماشيه بالدور. يعني الترند بتاع ان اشمعنى حسام حسن ما يمسكش، اشمعنى حسام حسن ما يمسكش، لان كل المدربين المصريين عدوا بكابتن حسام البدري، بإيهاب جلال، مش عارف مين، ايا كانت مقومات كل واحد فيهم ايه او بيختاروه ازاي. برضه زي ما كانت قال قبل كده من اتحاد الكوره، مش على لساننا، ان احنا والله فتحنا خزنه ما لقيناش دولارات وقلنا نجيب مدرب مصري، بعد كده نرجع معانا في الدولارات فنروح نجيب فيتوريا يعني كده. كابتن حسام حسن اي كلمه يقول لك اصل ده واحد من احسن اداءات المنتخب بره ارضه بقى لنا 10 سنين. فين يا حاج؟ فين؟ احنا كسبانين غينيا 2-1. كنا بنلعب في ارض محايده، قبلها كنا بنلعب ملاوي في ملاوي كسبانين 4-0، وترتيب ملاوي وغينيا بيساوي على فكره مش بعيد، يعني ملاوي 118 ولا غينيا بيساوي باين هي اللي 118 والتاني 122 كترتيبه في المنتخبات، فرق 3-4 مراكز بقى نفس المستوى. وهي دي اللي قهراني، ان انت لما تيجي تبص على المنتخبات اللي انت بتلعبها دي مفيش منتخب فيهم ليه اسم. فمعلش على ارضك ولا على ارضه انا المفروض اروح اكسب وانا حاطط رجلي على رجلي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. يعني ما تقنعنيش ان انت بتلعب غينيا بيساو وحضرتك مش قادر تحط حلول تكتيكيه او فنيه ان انت تعرف تقفل عليهم الملعب وتلعب براحتك. وبرضه مع كامل احترامي جمهور غينيا بيساو مش جمهور يخوف يعني. ده بيسقف لك انت ما بتجيب جوان. يعني الدنيا صباح الفل في يعني. ناس سقفت لمحمد صلاح الجون اللي ما جاب. بقول لك الدنيا صباح الفل صراحه. بالنسبه جاب جون حلو جدا، بس كان مضيع كور وحشه يعني. في كور سهله منهم كوره ناصر ماهر، ونروح لحته ناصر ماهر دي شويه بنتكلم. لا والجون بتاع برضه محمد صلاح الشيكابالاوي ودي لسه في حاجه جايه بس اتقل بس. قال لك جوتش كابالي يعني علينا دلوقتي هنتكلم في الموضوع ده، مش موضوعنا دلوقتي. اتفضل. محمد صلاح اكيد مفيش اختلاف على كواليتي محمد صلاح او على اسطوريه محمد صلاح كلاعب كوره، والجون بتاعه جون 10/10. بس صلاح ما كانش حلو الماتش ده. صلاح ضيع كورتين ما يضيعوش، منهم الكره الاخيره اللي اداها ناصر ماهر دي، وكان في قبلها كوره برده في ال 18 اللي شاطها فوق العارضه كانت قبل الجون على طول. كمستوى لعيبه لما تيجي تقيم مستوى لعيبه في الماتش، المستوى سيء. الاداء سواء فرديا او جماعيا زي الزفت. المفروض الجمل اللي انا قاعد بتفرج عليها ان المنتخب بيعملها فيش. انا قعدت الشوط الاول اللي هو احنا ايه، انت ما عندكش تحول من الدفاع للهجوم، مفيش تحولات، مفيش ارتدادات. الارتداد بقى العكس اللي هو من الهجوم للدفاع. فاهم؟ مفيش جمله. ايوه ما هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها، مفيش جمله. انت بتلعب الماتش بخطه يا رجاله اللي معاك كوره يتصرف، اللي معاك كوره انت لعيب كبير يا باشا ما تقلقش، شوف انت ايه الصح واعمله. انت مش محتاج كوتش. ما بقول لك، فانت المفروض ان انت عامل حسابك انت الكوره عندك بتطلع بجمله معينه 1 2 3 هتبقى الجمله كذا 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 كذا. مش فكره بقى ان يعني الناس اللي بتحلل، انا ممكن تكتيكيا مش قد كده، في ناس بتحلل بتقول ان لا مش عارف مين بيضم جوه ومين بيفتح بره. طب الجمله ما بتحصلش. ايوه ما هي دي الفكره، يعني التحرك بيحصل بس الجمله ما بتحصلش. انت الشوط الثاني دلوقتي جيت رحت ساحب مثلا محمد هاني بين الشوطين حلو، وخليت زيزو المفروض على الورق وانت معكش الكوره بينزل يقفل لك ناحيه الباك اليمين، لكن انت معاك الكوره ما كانش زيزو بيلعب باك يمين اصلا، وانت معاك الكوره كان مروان عطيه بيروح يقفل لك حته الباك اليمين وزيزو يطلع وصلاح يضم لجوه على اساس ان يبقى عندك نوعا ما زياده عدديه. فاحنا ما بتعملش بيها حاجه، بتهاجم ب5 مثلا، ما بتعملش بيها حاجه، لان انت معاك في زياده
في حاجه انت متفق عليها، انا مش بقول لك ان حسام حسن هيقعد ما بيقولش ولا حاجه، في حاجات هو بيفكر فيها نفذ. ولو العيبه كابتن حسام في اللعيبه اللي انت مختارها غير نفذ، غير انت المنتخب مصر. انت ما حدش هيقول لك واخد ده ليه، طالما شايفه انت اللي هو هينفذ لك اللي انت عايزه خده. ما هو فعلا واخد لعيبه، واخد لعيبه. يعني انا مع كامل احترامي احمد امين اوفا ده مش هو اللي كان ينزل في الماتش مكان مصطفى محمد لما اتصاب، مع كامل احترامي لاوفا مش شايفه لسه مؤهل ان انت تروح ترميه في ماتش زي ده. خبرات دوليه عايز تديله يا سيدي واحده واحده، وانت شايفه موهبه جايه وكل حاجه، مفيش على ارضك واحده واحده على دخله في ارضك المود. بالظبط. كان معاك مثلا محمد شريف، واحد لعب مع الاهلي 30 مليار ماتش بره ارضه، ولعب مع المنتخب قبل كده ومحترف بره، كان هيجي منه. ومش هكلمك في لعيب هو ما اختارهمش، انا بكلمك في لعيب كان قاعد جنبه على الدكه. انت بتحسبها ازاي؟ بتفكر فيها ازاي؟ يعني انت اختياراتك بتاخدها ازاي؟ تختار جوه الملعب ازاي؟ وبعدين تطلع تهاجم اي حد بيهاجمك. يعني في ناس على فكره بتهاجم لمجرد الهجوم، وانا دي مش هعترض عليها. وطلع ابراهيم حسن طلع برضه رمى كلمه كده، قال لك في واحد هايف بيقعد في البرنامج يقعد يطلع اشاعات وبتاع مش عارف ايه يا كابتن موندو. بس يعني في ناس بتهاجم الهجوم، وفي ناس فعلا بتهاجم عشان عايزه مصلحه المنتخب. انت عارف يا موندو احنا هنقعد كام شهر ما عندكش حاجه مهمه للمنتخب؟ معاك لحد مارس 9 شهور معاك لحد مارس. احنا في شهر 6، اول ماتش جاي في تصفيات كاس العالم في شهر مارس، وبعد شهر مارس هتقف لحد شهر يوليو اللي هو شهر 7، هتلعب من 7 ل 8 افريقيا، وبعد كده في 9 و10 تقفل الاربع ماتشات ولا الخمس ماتشات اللي باقيين عشان تبقى خلاص تصفيات كاس عالم. معاك فرصه، حضر وفكر واعمل اللي انت عايزه، لان انا ما اعتقدش ان تحت اي ظرف من الظروف هيتم اخاره حسام حسن الفتره الجايه، لان انت ما عندكش اصلا ماتشات. ما ينفعش، وانا ضد ده تماما. لا ما انا بقول لك انت كده كده خلينا نتكلم في الواقع، سيبك من اراء. طب نعمل ايه بقى بعدين شهر 3؟ شوفوا لنا يا جماعه منتخب، شوفوا لنا منتخب. والجزء الثاني بقى الجمهور اللي بيتفرج على المنتخب، نسيب منتخب مصر. وده للاسف برضو جاي زي ما الفقره الاولى، جاي من فوق، جاي من الاعلام. تلاقي الاعلام قاعد يقول لك بس النهارده اللعيب الفلاني كان هو نجم الماتش. يا ابني طب عمل ايه يا ابني يا حبيبي؟ ليه بقى؟ عشان ده زيزو. زيزو وده امام. لا طب امام ولا زيزو؟ طب مين كان احسن، امام ولا يا عم التيشيرت المنتخب يا حبيبي؟ احنا مش فارق، احنا يعني احنا ممكن جيلنا احنا اللي بيحسبها كده ولا ايه؟ انا ما بشوفش الوان في المنتخب. عشان احنا منذ عشنا ايام مع المنتخب ما كناش بنحسبها كده. بتاع عمرو زكي ده لما كان بيجيب جون يا وسام كان الواحد بيقوم يجيب السقف وينزل. نفس الكلام ابو تريكه كان نفس الكلام، الزملكاويه قاعدين جنبك مش بيحسبها كده، هي الحسبه عمرها ما كانت كده. انتوا ليه عايزيننا نبقى كده؟ عشان احنا كنا بنعرف نفصل يا موضوع. انت زمان لما تيجي تفتكر 2006 2008 2010 فتره المنتخب، انت كنت بتعرف تفصل ان ده المنتخب تماما. التصفيات بتاع كاس عالم 2010 كان كله ورا المنتخب، بالذات طبعا الولعه بتاعت ماتشين الجزائر. انت كل تركيزك منتخب مصر، مش فارق معاك مين اللي بيلعب، مش فارق معاك انت شايف مين اهلاوي مين زملكاوي، انت عارف كويس يعني ايه منتخب مصر بيلعب. النهارده الكلام ده ما بيحصلش وبيتصدر لك بالاعلام، فلما تشوفه مع الناس طب ما خلاص ما طبيعي. انا اتفاجئت بعد الماتش ان زيزو هو نجم الماتش من بالنسبه لاخواتنا الزملكاويه يعني. انا كنت شايف زيزو بيلعب ماتش زي الزفت. امام عاشور، وانا قلتها في اللايف اللي بعد الماتش والله. او انا بعد الماتش بطلع لايف على اليوتيوب، واللايف موجود ممكن الناس ترجع له عشان بس ما حدش يقول حاجه. بعد الماتش على طول قبل ما اي حد يتكلم، قبل المحللين، قبل ما اتفرج على اي حاجه، بعد الماتش ب 10 دقايق انا بفتح لايف حلو. قلت حتى امام عاشور اما نزل فرق مع المنتخب، مش هو ما فرقش عشان برضه اديله حقه، عمل كام حاجه حرك لك الدنيا شويه. بس امام عنده مشكله، كذا كوره يبقى بيروح يرقص واحد التاني الرابع، بيطول قوي الكوره تحت رجله. يا عم العب حواليه، العب خلي الدنيا تمشي. عشان كده انا بقول لك نرجع بقى للنقطه بتاعت ان اي حد ما بيجي يتفرج على الماتش او حد بيجي يلعب في المنتخب، هو الناس كده كده هتقول لك انت كويس لو انت اهلاوي وانا اهلاوي، او انت زملكاوي وانا زملكاوي، وهقول لك انت وحش لو انت اهلاوي وانا زملكاوي، او انت زملكاوي وانا اهلاوي. فده مش هيبقى منتخب، عمرك ما هتعرف تعمل حاجه. انت هتفضل ماشي بنفس الدايره بتاعتك، بتاعت ان انت كده كده بتيجي تتفرج على المنتخب بالوان الانديه مش بالمنتخب، والاعلام بيصدرك نفس الفكره، فاحنا هنفضل ماشيين كده. طب وبعدين افتكر في فتره من الفترات كده كنا بنقعد نتكلم عن عماد متعب وعمرو زكي وهم بيلعبوا في ارض الملعب. كنت انا مثلا ابقى اهلاوي اقول له لا عمرو زكي كان اقوى من اللي يقول لي لا عماد متعب هو اللي احسن. واحنا الاثنين حاجه تانية خالص، يعني واحد اهلاوي واحد زملكاوي، ده بيدافع عن ده وده بيدافع عن ده عشان التيشيرت اللي هو لابسه بيقول كده. فكنت بتعرف تميز ليه؟ لان من فوق زي ما انت قلتها كده اللي هو الجدر بتاع الموضوع اللي هو الاعلام اللي بيصدر لك الافكار كان ماشي في سكه ان ده منتخب مصر. دلوقتي خلاص بقى هي اللي جايب والسبوبه ماشيه ان هي اهلي وزمالك. فطول ما هي سبوبه ماشيه اهلي وزمالك هيفضل من الوضع كده يا وسام. ونرجع تاني لقصه المنتخب نفسه او كابتن حسام حسن نفسه. كابتن حسام حسن انا عندي تعليق صغير كده، ما تخافش من قرارات انت عايز تاخدها مع لعيب جوه الملعب ايا كان اسمه ايه. خد قرارك وانت واثق في نفسك بنسبه 100%، واحنا في ظهرك.
احنا عايزين المنتخب يبقى احسن حاجه، احنا مش بننتقدك عشان احنا عندنا مشكله شخصيه معاك ولا شايفينك اقل من حاجه او بتاع، بس اثبت لنا العكس. يعني حتى لو احنا بننتقد حاجه حصلت، تقبل مننا، ولو في نقد بناء خده، النقد السلبي والناس اللي انت عارف ان هم بيهجصوا زي ما حضرتك ذكرت او كابتن ابراهيم ذكر، سيبهم على جنب، هم بيهجصوا واحنا كوكب الارض كله عارف ان هم عارف ان بيهجصوا، هم مهجصين وهم وهم نفسهم عارفين ان هم بس هم قالوا معلش انا اسف يعني مش عارف اقول كده ازاي، بس يعني كابتن رضا عبد العال انت تاريخك ايه جنب كابتن حسام؟ لا هي الفكره مش في كده بقى، انا الفكره بالنسبه لي لما تبقى انت شخص طلعت تعترف ان وانت مدرب كنت بتبقى قاعد في ارض الملعب مش عارف مين احسن لعيب ومش عارف انت ايوه انا بقول لك تاريخك التدريبي ايه جنب كابتن حسام؟ معلش بقى انت بتتكلم في التدريب يا مامدو غير تاريخه، عارف تاريخه ده كفه زي ما انت بتقول كده، اللي هو انت اصلا مالكش تاريخ في التدريب عشان تتكلم. مش بس كده، ده انت طلعت اعترفت بلسانك يا جماعه انا ببقى قاعد في ارض الملعب والله ما عارف مين احسن لعيب ولا المفروض اطلع مين ولا انزل مين، ساعه ما قال لك كلنا هجاصين. دي الجمله اللي قالها قبلها، الناس مسكت في هجاصين التقليديه بس سابت الجمله دي مع انها جمله مهمه جدا. لو انت شخص كمدرب انت ابيض للدرجه دي، انت على اساس طالع تتكلم على مدربين ويكس اقول لك اصل كولر حلو وكولر وحش، بيقيم اي حد، هو طالع يقيم اي حد، مين مش عارف ايه، ومانويل جوزيه مش عارف عمل ايه، واصل قبل موسيماني ده مش عارف مين. فانا رسالتي انت بس مين انت؟ رسالتي الكابتن حسام ان مين دول يا كابتن حسام عشان تلتفت اصلا لكلامهم. انا والله خد كلام الناس، وفي الشباب سواء تامر بقى سواء عايز سواء الناس دي والله الناس دي كويسه جدا واسمع منهم مش عيب. انت عارف فكرتني المناظره بتاعت ابراهيم فايق ساعه ما جاب عفيفي وعز وكان معاهم عماره تقريبا الناحيه الثانيه سالف وضع رئيس الهيئه عبد العال استاذ عمرو عبد الجليل، كان معاهم مين؟ كان ابو الدهب التاني. معلش ابو الدهب دايما ما بيتكلمش كتير بس معلش يا كابتن ابو الدهب مش مقصود، هو طلب شاي في الاخر تقريبا طلب سحلب الاول، بعد كده قال له ما تصعبهاش علينا، راح قال له هو جاي ما طب سجل على نفسه يعني الله. اما تيجي تتفرج بعيدا عن قناعاتك او اختلافاتك مع اي حد من الثلاثه دول اللي بيتكلموا كوره، او قناعاتك واختلافاتك مع الثلاثه دول، اما تتفرج على فرق اللغه واحنا جايين نتكلم على ماتش كوره، كوميديا والله العظيم كوميديا. عايز اقول حاجه اصلا معلش يعني ابراهيم فايق يقبلها، احنا من دور بعض يعني وهي بتتقال في الكوره عادي يعني، صايع فعلا هو لاعبها. ايوه تعالوا لي بقى انتوا كده اقعدوا الناس تعال دي اتفرج شوف دول وشوف دول اسمع بقى انا معلش انت شوف اخر مره طلع فيها رضا عبد العال مع ابراهيم فايق من امتى؟ من زمان قوي. ايوه من ساعه اما خلاص ابراهيم فهم ان الكلام ده مش جايب ايوه ومش هينفع واللي انا بعمله ده مش صح. انا بحط تحت دي او خطوط كتير عشان فهم. انا لسه بقول عليه ان هو راجل مهني جدا تمام فعرف ان ده مش صح. يوم ما جابه تاني قعدوا قدام مين؟ قدام ناس بتتكلم كوره دراستها كوره. شفت اللقطه بتاعت هو احمد عز لما كان بيدشمل والله كوميديا. احمد عز مثلا يجي يتكلم فيقول لك الطريقه السعوديه وكان مدي واجبات لتريزيجيه يا جدع ده مش عاجبه. طب ما تريزيجيه كان بيقطع على طول. مش عاجبه الكلام، مش عاجبه الكلام ومش عاجبه الطريقه والسياق اللي بيتقال. هو مش قادر يستوعب اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده، انت عايز تتكلم كوره هتزيني انا بس كده. فانا لازم اقول اي حاجه، لازم اطلع احط التاتشيه بتاعتي. كلم زي فاكر شعبان عبد الرحيم الله يرحمه قال له شعبولي كلمني شعبولي، هو عايز الكوره رضاولي هو عايزها كده اي حاجه شوف الدنيا. طيب عشان نقفل الفقره دي نبقى بروزنا القصه بتاعت المنتخب دي، لما تيجي تدور على حلها هنرجع لنفس حل بتاع الفقره الاولى، حلها لي من الجدر من فوق من الاعلام. خلي لي اعلام بيطلع يتكلم في كوره، اعلام ساعه المنتخب ما بيقسمهاش اهلي وزمالك، وطبعا الاسماعيلي مظلوم لان محدش بيتكلم عن الاسماعيلي وبيقسمها اسماعيلي، تعرف مش لعيبه المنتخب اصلا مش مهم والله مش مهم. طبعا انت محدش بيعمل لك حساب. لا ايوه بالظبط التعوين ده لحد كبير من جوه بالظبط كده. قال بس ما علينا مش موضوعنا. المهم ان الزمالك ولاد العم. ايوه ولاد العم بس بنقطه او الغم تعرف عندهم ايوه ولاد الغم بس مش موضوعنا دلوقتي. المهم احلها لي من فوق، خلي لي الاعلام بتاعي في فتره المنتخب بيحترم ان دي فتره منتخب، مش بيطلع في فتره المنتخب يقعد يقول لك لا اصل فلان احسن من فلان عشان انا زملكاوي، او فلان احسن من فلان عشان انا اهلاوي، اصل اللعيب الفلاني ده ما ينفعش، اصل اللعيب الفلاني ده مش عارف ايه. اقلبها ان دي فتره للمنتخب، هتلاقي غصب عني انا لما هاجي هتكلم في المنتخب. لكن مثلا بلاش السوشيال ميديا، الاول الاعلام من فوق بيعمل ايه بعد ماتش المنتخب؟ ناصر ماهر الاربع دقايق اللي لعب فيهم ناصر ماهر ما لهمش مثيل ما لهمش حل، عشان هجمه يا جدعان. ناصر ماهر زق الكوره جري من ورا مدافع وراح واقف على الكوره كان بيقع راح ساندها لصلاح. لعيب نازل في الدقيقه 91 ولا 90 بنفسه كامل على لعيبه خلصت خلاص، عمل سبرنتين سبقهم. ازاي بقى؟ ازاي؟ انت اعظم ازاي يا باشا؟ انت ايش فاهمك كده في الكوكب؟ استنى
والله العظيم بخاف منها انا دي، ما ينفعش حلقه تعدي من غيره. الاستاذ حسن حمامه واحده من السكرين شوتس اللي كانتش ينفع تعدي طبعا من فوق، يعني في الاعلام برضو طبعا الكابتن بسيوني الموت والاصدقاء الاحباب كلهم طلعوا يتكلموا قد ايه ناصر ماهر ده لعيب اسطوري ومفيش منه اتنين في مصر. بقى على فكره ناصر خامه كويسه، انا مش بقول لك ان هو لعيب تعبان، انا بتكلم في الافوره بتاعت ان اوعى وناصر وبتاع. لما تيجي تبص على السوشيال ميديا انا اكتشفت ان خلاص ناصر ماهر بقى بطل قومي وبقى واحد من احسن 10 في مصر. ناصر ماهر احسن 10 في مصر. ده عادي كانت شغاله، وفي اقسم بالله في بوستات شفتها بتاعت احسن 10 في مصر وقلب ونبله وحاجات كده. بس خلينا نروح للبوست بتاع الاستاذ حسن حمامه لانه بوست عميق شويه، يعني مش بنتكلم بس في ناصر ماهر احسن 10 في مصر. بيقول لك كنت انفردت بتوقيع ناصر ماهر للزمالك في الانتقالات الشتويه، وقتها كان الناس تدخل تشتم في المجلس وتلومني انا بما اني داعم للمجلس. ناصر ماهر ايه بس؟ واقول لكم سر، انا قلت المسؤول وقتها هاتوا عمر كمال افضل، ناصر ماهر لو فيه الخير الاهلي ما كانش مشاه. قال يعني الاثنين بيلعبوا في نفس المركز واسمعني. رد عليا وقال لي ادعي ربنا نقدر نخلصه، ده هيكون احسن لاعب في مصر. وقتها قلت في عقل بالي بيحلل ضغطه، لكن طبعا هو اقتنع دلوقتي خلاص. دلوقتي انا شايف ان احمد ياسر ريان ممكن يكرر نفس تجربه ناصر ماهر، خصوصا ان الولد تربيه منتخبات شريك جدا هو وابوه على فكره، عاوز يثبت لكل ان مهاجم كبير، جمهور الزمالك هيصنع منه لاعب كبير زي ما عملنا مع ناصر. هم خلاص صنعوا ناصر، عملنا مع ناصر اوريدي، خلاص ناصر ماهر بقى لاعب كبير، واحنا بنحاول ندور على امثله تانية نكررها عشان التجربه ناجحه. لعب ماتشين مش فاهم جدا. فكره ناصر ماهر مثلا ما لعبش عمر في الكونفدراليه، يعني ناصر ماهر مع المنتخب لعب الخمس دقايق دول، مع الزمالك لعب في ماتشات الدوري، بس احنا عملناه لعيب كبير خلاص. انا من وجهه نظري شايف اننا نخلص معاه وهينجح، لانه في وقت من الاوقات كان هو ومصطفى محمد هجوم منتخب مصر الاولمبي، والولد هيجي لك بتحدي كبير. فكك بقى من انه اهلاوي، هاته وامضي معاه 5 سنين وانسوا حته اهلاوي وزملكاوي دي، انسوا. دلوقتي بقت عادي، هو اهلاوي بس هنجيبه عادي. لكن انا هطلع اقول لك والله العظيم اللعيب اللي عندك ده وحياة ربنا زملكاوي. يا عاشور شتمهم هم ورموزهم واهليهم، ودلوقتي ناقصين يعملوا تمثال عندهم. فكروا في كلامي. حته تحول ان لعيب نزل لعب 4 دقايق او 7 دقايق، والله لعب كويس. ما لعبش وحش وعمل هجمه محترمه، وكان نفسي صلاح يجيبها جون، وانا قلت من شويه صلاح ضيع كورتين سهلين منهم الكره دي اللي عملها ناصر ماهر. فين الانجاز يا جماعه؟ يعني فين الانجاز لما انا انزل بلاي ميكر في اخر 7-8 دقايق زي ما انت قلت نازل فت، طبعا لسه فايق، لسه ما تعبش ما عرقش حتى لسه، قدامك لعيبه مش قادره تجري، فانت لما يجي لك هجمه فيها مساحه تاخد الباس تروح زايقها في الحته الفاضيه وتجري تسبق انت تاخدها، لان انت ده طبيعي يعني، مش المفروض انك تجري ما تاخدهاش، ما انت لسه نازل، ده انا هسيب لك لو انت هنا فتروح تاخدها وكنت هتتزحلق عيوب ارضيه ايا كان فقدت توازنك، بس حتى وانت بتقع لعبتها كويس لصلاح. اي نعم مش مظبوطه 100% بس انت بتقع فده طبيعي، فصلاح راح لممها بيمينه وراح شايطها بشماله، يعني عدلها بس بيمينه وشاطها، وصلاح ما شاطهاش حلو الكره ضاعت. فين الانجاز يعني؟ فين اللي يخليني عمال اشوف بوستات ناصر ماهر؟ استنى والله العظيم اجيب لك بوست تاني. يا عم الفكره كلها والله يا اسامه ان انت تقريبا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي بتقيم اللعيبه بالشكل ده في اعلامها. يعني فكك من المشجعين عادي بيميل للعيب عشان فرقته والجو ده كله، مع ان ده غلط في قصه المنتخب، بس انت كاعلام انت الاعلام الوحيد اللي بيعمل كده على مستوى العالم في اللعيبه بتاعته، وده بيتلف اللعيبه اصلا، النفخ الكذاب بيتلف اللعيب. لو تفتكر احنا ذكرناها مع زيزو فتره من الفترات، زيزو كان ممكن يوصل لبيك اعلى من البيك اللي هو وصل له بسبب بس نفخه جمهور الزمالك في وقت كان ممكن هو يدي اكتر من كده لو قرصوا عليه كمان. ايوه بس هو حاسس ان انا خلاص انا مش محتاج اقرص على نفسي. الحته بس بتاعت ناصر ماهر دي شريف افندينا الزملكاوي. ناصر ماهر نزل عمل اختراق وصناعه فرصه بكل الهري اللي موجود في 90 دقيقه، حط النبله ونسي على النمسا بس مش مشكله، بكل اللي اتعمل في 90 بكل الهري عشان عمل اختراق. طب التقييمات دي حلوه. التقييمات دي يا جماعه الله يكرمكم قيموها في الزمالك براحتكم، انا ماليش ان انا اقول لك انت زي ما انتوا كنتوا بتقعدوا تقولوا زيزو الخارق اللي بيطلع نار من بقه، وانا وجهه نظري الراجل عنده احسن من كده، بس انتوا مش راضيين، انتوا حرين في الزمالك ما تخصنيش، بس الله يكرمكم في منتخب مصر مش عايزين نفخ كداب. لينا حق الرد اظن يعني منتخب مصر مش عايزين نفخ كداب الله يكرمكم عشان احنا بس خلقنا ده. ما ينفعش يا جماعه، صعب يعني حق ان انا ارد ده المنتخب. مسألة هتتحل ان شاء الله يعني، عشان بس نبقى برضو قفلنا الحته دي، مش عايزين نخش على اللي بعده. مش عايزين نطول فيها ازيد من اللازم، بس بجد اتمنى ان منتخب مصر ككوره نفوق، كاختيارات نفوق، كجمهور نبطل اهلي وزمالك وننفخ في ده بينفخ في لعيبته وده بينفخ في لعيبته. الله يكرمكم احنا طالعين متعادلين 1-1 مع لينيا بيساوي تعادلين 1-1 بالعافيه، فيعني ربنا يكرم، ربنا يستر الفتره الجايه. الفقره الثالثه واختيار الهاشتاج.
ونقول تاني الهاشتاج. انا كنت اقول حاجه ونسيتها، كنت نسيت، مش عارف قلتها ولا ما قلتهاش. بس البرنامج الهاشتاج بتاع برنامج العلقه، عشان اتسالت السؤال ده، اخر حرف ت مربوطه مش ه مربوطه، عشان بس الناس سالتني السؤال ده. واللي عندي على تويتر، او هيلاقي تويتر اتكتب في اول الحلقه، او موجود على اليوتيوب هنا في الديسكربشن هتلاقوا لينك تويتر عندي، او طبعا عند موندو هتلاقونا اكيد كاتبين حاجات في الهاشتاج. ممكن تدوس على الهاشتاج هيفتح لك الهاشتاج على طول تكتب فيه، بدل يعني من غير ما تتعبوا نفسكم. الهاشتاج كان عليه اكتر من اقتراح، كان عليه اكتر من حاجه، بس عجبتني حته التضارب بتاعه اللعيبه، واحنا اتفقنا ان احنا نتكلم فيها شويه. ابتدي انت بقى، خد راحتك. عايزين فيه. طيب خلينا نشرح الاول للناس ايه النقطه اللي احنا هنتكلم فيها. في النقطه اصلا ايه هي، عشان الناس تفهم احنا عايزين نتكلم في ايه. تمام. عايزين نتكلم في اللعيب اللي بيجي من نادي مثلا، او بيجي قبل ما يتعاقد معاه نوادي، وبيبقى في كلام من بعيد لبعيد كده عن النوادي، فيتقال له لو جالك اهلي ولا زمالك، وهو عارف مثلا مفاوضات فلان اقرب من فلان، يقول له والله انا الدنيا تمام، وده نادي كبير وده نادي كبير، بس انا ابويا اهلاوي والبيت كله اهلاوي. ابويا الله يرحمه اهلاوي. الله يرحمه ويسامحه. فليه بيقول لابويا اهلاوي؟ والله عشان الاهلي الاقرب حاليا في المفاوضات، هو اللي هيخلص. طب انا مضيت مع الزمالك، في بقى ايرور بيحصل. فاكر فيلم مين ان بلاك؟ كان في بتاع بتنسيك عارفها دي، كانت بينسى كل حاجه. بيروح ناسي بقى كل حاجه. انا ابويا زملكاوي، ابويا الله يرحمه كان زملكاوي، والعيله كلها وعادي، احنا بيت اصلا زملكاوي. بس فهو ده التضارب اللي احنا جايين نتكلم فيه، ان انت بتطلع تبيع الفكره ان انت انتمائك ايه على حسب مين اللي شاري. كان حسين علي حسين علي بتاع بتروجيت اللي لعب شويه في الاهلي ده، طلع يبيع للناس فكره في البودكاست اللي طلع فيها، طلع يبيع للناس فكره ان انا قعدت من وانا عندي 12 سنه لحد مش عارف 15 سنه او 16 سنه بتدرب في ناشئين الاهلي، ومحدش يعرف في البيت لان هم ما بيحبوش، هم زملكاويه. فانا كنت بنزل اروح التمرين وعند 12 سنه، ينزل يروح التمرين يرجع يروح قلع تيشيرت الاهلي في الطريق ويخبيه وراح طالع. كانت 12 سنه 12 سنه عند 16 سنه، 4 سنين ابنك بيسرح ينزل من البيت وانت تعرفش تروح فين. مش هقول كلام غلط، مش هينفع. عايزك انت ترد، عشان انت مره فاتت اتكلمت قلت مثلا بودي وانت بتاخده معاك الاستاد، وانا عارف ان انت عندك ايسل برضه، ربنا يخليها لك برضه اهلاويه. يا لولي الحب الاول ده، ربنا يخليهم لك يا رب. انت برضه لما بتيجي تتعامل مع حد من ولادك لو عنده 12 سنه هتسيبه بينزل مثلا 3 مرات في الاسبوع، انت ما تعرفش هو بيروح فين. نجم انا يعني ايه ابني عنده تيشيرت انا ما اعرفوش. طيب اللعيبه بقى اللي بتطلع تقول لك الاهلي والزمالك والكلام ده، تعال نبتدي بدونجا مثلا، لان انا رميتها عليه قصه ابويا الله يرحمه. دونجا طلع في برنامج قال لك ان انا كان قبل ما اروح الاهلي، كان قبل ما اروح الزمالك كان النادي المنافس بيفاوضني، لدرجه ان المذيع اللي كان عامل، مش فاكر كان مع مين، عزيز زهربان مش فاكر مع مين، قال له نادي منافس، نادي الاهلي يعني، تقول نادي الأهلي. مش فاكر والله، مع مهيب، كان مع مهيب ماشي. قال له ايه النادي الاهلي؟ مهيب مهيب. قال ايه النادي الاهلي هيكون مين يعني؟ بتمثل ليه؟ بس عشان انا زملكاوي جدا مش هقدر اقول النادي الاهلي، انت فاهم يعني. وابويا الله يرحمه زملكاوي وكان نفسه ابقى في الزمالك وبتاع، الناس جايبه له فيديو حتى منتشر على السوشيال ميديا وهو بيقول لك انا ابويا الله يرحمه كان اهلاوي وكان حلمه ان انا انضم للنادي الاهلي. ده قال كلمه في الفيديو ده، قال لك انا الانتماء بالنسبه لي مش حاجه مهمه، انا لعيب محترف وعقليتي احترافيه. شكرا، انا هي دي اللي كنت رايح لها. وده هيحلل لك هو ليه قال كده على فكره. دلوقتي لما تيجي تبص، انا لعيب بلعب في نادي، ايه اللي هيخلي الجمهور يحبني؟ مستوايا؟ اجابه خاطئه. ادائي؟ اجابه خاطئه. الاول الزملكاوي واحد التالتة يمين عامل لهم كده انا زي بابا بالظبط. فانا زملكاوي جدا، وابويا الله يرحمه زملكاوي وكان نفسه نلعب في نادي الزمالك، وانا حققت حلم عمري من نلعب في نادي الزمالك. خلاص انت ضمنت مكانك. والله هو الفلاش بتاع مين بلاك، هو الفلاش بتاع هو نسى والله، اراهنك ان هو مش فاكر ان هو أيوة عمل حلقه قبل ما كده، يشوف الفيديو نسي اكيد. والله انا دلوقتي مش عارف يعمل ايه. مصطفى شلبي ده بقى قصه تانية. مصر كلها عرفت انه اهلاوي. اقسم بالله انا كنت بقول قبل كده حرام على ايمن الشريعي اللي هو بيعمله فيه رئيس نادي انبي انه يطلع في التلفزيون. الواد مضى في الزمالك، ليه تطلع في التلفزيون تقعد تقول لا مصطفى شلبي اهلاوي وكان نفسه يروح الاهلي، وفضل يقول لي ده انا ادفع فلوس من جيبي بس انا ما كنتش موافق على عرض الاهلي، وقعد يحكي قصه سيح للواد. الواد راحوا جمهور الزمالك شتموا يا مصطفى قول الحق عملت سويت ولا لا، كان جميله خالص. ولما جاب جون راح عمل لهم كده
واكتشفنا انها خبط على على قلبه قلبي، عادي على عشان قلبه. ما حدش يفهم غلط. ودي حقيقه لا ان لكن هي القلب في انا النص. زملكاوي جدا على فكره، انا زملكاوي من صغري. ايوه بالظبط. وبابا برضو كان. وبابا برضه زملكاوي، وانا العيله عندنا كلها زملكاويه وكل حاجه عادي. امال طالما هم بيطلعوا على حسب بابا ايه، يبقى بيقولوا لنا احنا انتوا طالعين اهلاويه ليه وبتاع الكلام ده ليه؟ عادي بابا طالما هو عندك بابا بيجين بيديهولك انت بتطلع. انا بقول الله يرحمه كان اهلاوي فعلا. مش فاهم والله، لا بجد والله. يعني انا واحد اختار اهلاويتي بكامل ارادتي، بكامل ارادتي. خلي بالك يعني انا 12 سنه 13 سنه قلت لا انا عايز ابقى اهلاوي، انا عايز ابقى الحاجه الناجحه دي. انت فاهم؟ ماليش في الدراما، بس هم عشان الدراما بيحبوه، الهرمونات دي مشكله. فانت دارك شوكليت والدنيا تبقى بخير. كويس. يعني في 5-6 ايام كده حاول تبقى تريح فيهم، ما تتكلمش في الكوره اصلا. يا ابني انا غلطان ان انا قلت كده. المهم عشان بدل ما نتكلم في امثله كتير، وعلى فكره في لعيبه في الاهلي عملت نفس المشكله عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم على لعيبه الزمالك بس. نذكر كله. عادي يعني. عمر كمال مثلا واحد من الناس، وانا اتكلمت معاك قبل كده في الحوار ده، قلت لك انا عندي هيستوري، انا عارف ان عمر كمال اهلاوي وعارف ان هو نفسه يجي الاهلي، بس ساعه ما راح الزمالك برضه عمل لهم نفس الفيلم وطلع لهم انا زملكاوي من وانا صغير وبتاع وبحب الزمالك وبتاع، وانا رجع الاهلي قال لك انا اهلاوي من وانا صغير. الحل بتاع المشكله دي او النقطه اللي احنا اتناقشنا فيها مع بعض قبل كده، بس يعني اوف اير زي ما بنقول احنا بره الكاميرات، كنا بنتناقش انا وانت في الموضوع ده. ايه سبب اللي يخلي اصلا اللعيبه تعمل كده؟ انه فاضي والجمهور بيشتري، بس. صح كده؟ في لعيب فاضي جمهور عايز سواء اهلي او زمالك كده، هنا وهنا. الفئه دي موجوده هنا وهنا. اهلي او زمالك. انت كلعيب، هتكلم عليا انا او هتكلم على فئه، ممكن انا مش لازم طبعا كل جمهور الاهلي، بس فئه كبيره انا بشوفها بتفكر بنفس تفكيري. يا جماعه والله العظيم انا ما يفرق معايا انت اهلاوي ولا زملكاوي، يا باشا العب في الاهلي وانت زملكاوي. فاكر لما اتكلمت معاك انت قلت لي امثله، قلت لي اسلام الشاطر واينو مثلا لما جم كانوا جايين من الزمالك، مباشر. جايين من الزمالك جاي مباشر، ولا كان فارق معانا هو اهلاوي ولا زملكاوي، انزل وريني هتعمل ايه في الملعب. الله ينور عليك. دي الفكره اللي انت بتحكم بيها على اللعيب. انا مالي انت جاي منين ولا بتعمل ايه ولا صفتك ايه ولا انتمائك يعني انت هتنزل تعمل ايه؟ هتدي لي قد ايه في الملعب بالظبط. ايه الغل بتاعك وضميرك هيبقى عامل ازاي في الملعب؟ يا عم انا حسبتك اهلاوي. وانا اتكلمت على امام عاشور مثلا في الحته دي قبل كده، قلت والله ما فارق معايا هو اهلاوي ولا زملكاوي. حته تقول اصل امام بيتفرج على ماتشات الزمالك وامام بيحتفل بالكونفدراليه وامام بيقعد يعيط بالليل الساعه 12 يقعد يقول انا نفسي ارجع القلعه البيضاء، ولا يشغلني انا ليه امام عاشور وهو لابس تيشيرت الاهلي في الملعب بيعمل ايه، ولا فارق معايا الفيديوهات مع كامل احترامي يعني، ولا فارق معايا الفيديوهات اللي بينزلها امام وهو بيغني اهلاوي انا والفخر ليا. وانا بقول لك ولا الحاجات البوم طخ اللي بتتعمل، ولا اللقطات بتاعته هو والكهرباء بتاعت ان احنا نروح نعمل لهم كده ونعمل لهم نينين ونتصور مع بعض وبتاع. كل الكلام ده حلو على فكره ولطيف وبنقعد نهزر ونضحك بيه، جميل، بس تقييمك الاول عندي والاخير ملعب. انت بتعمل ايه في الملعب؟ انت جيت في ماتش الزمالك مثلا جبت جون اللي فتح لك الماتش، عملت اسيست بعديه، روق لك الدنيا، كنت انت وقفشه عاملين اداء جميل بعد ما قفشه نزل، كسبتني الكاس على حساب الزمالك وانت بتحتفل ومبسوط وخدت احسن لاعب في الماتش، انا كده زي الفل. ادائك مكمل معايا ازاي في بقيه الماتشات في ابطال افريقيا، حاجه واضحه لاي حد عايز يتكلم كوره فعلا، مش حد عايز يطلع يقعد يقول لك لا اصل هو معاهم وحش وبتاع، سيبك من الكلام ده. يعني ان امام لعيب مهم في الاهلي كاداء، انا هو ده اللي انا عايزه. انت بقى اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي بتشجع الاتحاد السكندري بعد الساعه 12 بالليل ولا يشغلني. وعايز اقول حاجه كمان تخص ولو يسمحوا لي وانا اسف يعني ان انا هتكلم بلسان جمهور الزمالك في حته معينه كده وفئه معينه من جمهور الزمالك اللي هي شبيهه بالفئه بتاعه جمهور الاهلي اللي ما بتشتريش الا على قديمه. انت فاهم؟ عايز اقول للعيبه بقى، سواء بقى امام سواء دونجا عشان هو ماشي في السكه دي برضه، كهرباء، الناس دي، الناس اللي بتشجع النادي الاهلي ونادي الزمالك عشان الكيان نفسه، ملوش دعوه باللي انت بتعمله ده كله ومش فارق معاه، وصدقني ما بيتفرجش على احتفالك، هو همه ان الاهلي جاب جول. فوفر مجهودك في الحاجه دي والسوشيال ميديا اللي انت عايز تطلع لها، وفر ده في الملعب. صدقني الجمهورين كفايه ان هم يخلوك احسن لعيب في مصر، بس وفر مجهودك من السوشيال ميديا ومن الاداء اللي انت عمال تعمله وشويه الحاجات اللي بتبيعها دي للشباب الصغير. الجمهور التاني الفئه الاكبر هتشيلك على كتافها وتمشي بيك ايا كان انت بقى ايه، المهم عملت ايه للكيان بتاعك. معلش يا ممدو عشان بس برضه يبقى الجمله كامله، لان انت في النص مثلا قلت كهرباء واحد من اللعيبه المظلومه جدا في الموضوع ده. كهرباء دايما اي حاجه بيعملها بتتاخد على انها لقطه ومش عارف ايه، مع ان كهرباء رقميا كهرباء هداف الاهلي السنه لا دي. ماليش دعوه بالحلقات دي. انا فاهم، انا فاهم، انا بقول لك عشان الكلام ما يتفهمش غلط، انا فاهم انت قصدك ايه، بس في ناس ممكن تسمع الجمله بتاعتك تترجم الكلام ده غلط. كهرباء واحد من اللعيبه هو كده طبيعي عنده مشاكل مع الزمالك واللي كان بيحصل فيه من جمهور الزمالك سواء هو او امام، عشان كده انا قلت لك انا في حاجات بعذرهم فيها. ماشي.
لما بيجي يعمل حاجات زي كده في لقطات انا ما بلموش عليه. يعني لو انت مركز في الملعب وبتديني اداء في الملعب كويس، وبره الملعب اما حد بيجيب سيرتك او بيقل ادبه عليك او بترمي له حته تستفزه، انا زي الفل ما عنديش مشكله. انا مشكلتي مع اللعيبه اللي بتتحول من زي ما انت قلت بقى، انت فاضي في الملعب اعمل لي لقطتين ثلاثه، فاللقطتين ثلاثه دول الجمهور هيطلعني بيهم السما. في لعيبه مشيت من الاهلي من غير ما اقول اسامي، ما كانش ليها اداء في الملعب، بس كان يروح يحتفل مع الجمهور ويغني وينزل حاجات وهو بيعمل مش عارف ايه وبتاع ادائك في الملعب مش هيخليك تقعد في الاهلي. وجمهور الاهلي الاغلبيه فيه، ودي نقطه الخلاف على فكره بين جمهور الاهلي والزمالك. في فئه في جمهور الزمالك انا متفق معاك تماما، ما بتشتريش وما بياكلش معاك الكلام ده، بس وجهه نظرا على الاقل ان الفئه دي قليله. الفئه الكبيره العكس. في الاهلي الفئه الكبيره ما بياكلش معاك الكلام ده. ممكن هتبسط باللقطه دي وهعمل لها شير وهنزل صورتك وهنقعد نضحك ونهزر، بس يا باشا لو ادائك في الملعب مش ماشي ما هتزعل. ما فيش مثال اهم من مثال محمد مجدي قفشه موجود دلوقتي في الاهلي. مش هتكلم في امثله، راح قفشه باللقطه دي في نادي تاني اقسم بالله لا كان قاعد هناك حط رجل على رجل وما عمل حاجه تاني. النادي الاهلي انت بص، انت شوف انت جايب لي بطوله عامله ازاي، والبطوله بدل ما كنا ممكن نوصل في يوم من الايام ان هم 8-6 بقينا دلوقتي 11-5. 11 ايه 12-5 ما شاء الله، يعني معانا دسته دلوقتي 12-5 ولسه انت مكمل. بس قفشه جمهور الاهلي مستني منه اداء، لدرجه ان قفشه من كتر الهجوم اللي عليه في وقت من الاوقات كان اداؤه بيعلى شويه، كان لسه الجمهور بيقول لك قفشه مقصر. فانت ادائك في الملعب ده رقم واحد في تقييمك عند النادي الاهلي. لعيبه الزمالك حره، انتوا جمهور الزمالك حرين، انا ماليش دعوه بيكم، عايزين تبيعوا لقطات، عايز تطلع تقول اصل انا زملكاوي من صغري وبتاع وهم يحبوا الحاجات دي ولا ليا الهوا. بس الرساله دي رساله لعيبه الاهلي بالذات، يا جماعه الخير، جمهور الاهلي اغلبه ما بيشتريش فكره ان انا اهلاوي من صغري وان انا بحب الاهلي وان انا اهلاوي جدا وان انا بسمع اغاني الاهلي وبقعد اغنيها. كل الحاجات دي حلوه وبنحبها طبيعي زي اي جمهور، بس التقييم الاول والاخير ادائك في الملعب. ونقول تاني سواء امام عاشور او غيره او اي حد هيجي او اي حد جاي او ايا كان، حضرتك اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحداوي بورسعيدي من كوالالمبور بتشجع المريخ السوداني، ولا يشغلني والله العظيم ثلاثه ولا يشغلني. وانا قلتها نصا يا جماعه، لو امام عاشور ده زملكاوي انا عايز النسخه بتاعت امام عاشور الزملكاوي، واي لعيب زملكاوي بنفس الطريقه دي. اللعيب الزملكاوي بس هو لعيب جدا فيختار يجي يلعب في الاهلي ويبقى بيموت نفسه بتيشيرت الاهلي، يا باشا انا عايزه. وبعد ما يعتزل يبقى يطلع عادي في التلفزيون يقول لك لا اصل انا كنت زملكاوي وانا بحب الزمالك والقلعه البيضاء عمري وبتاع، ولا يشغل. عايز اتكلم في حته بس بتاعت ان اللعيبه بتبيع للجمهور حاجه وهو فاضي مثلا او ما بيقدمش حاجه ومستواه متذبذب وحاجه كده فعايز يعلي نفسه والكلام ده كله. انا بس مش بنصح اللعيبه او اي حاجه زي كده، بس كلام مرسل خدوه، عايزين تاخدوه خدوه، مش عايزين تاخدوه انتوا حرين. صدقني والله لو اشتغلت على نفسك في ان انت تبقى احسن في الملعب، في لعيبه قبل منك كبار وبقوا اساطير في نواديهم ما كانش بيطلع نفسه في برنامج، صح، كنتش بتسمع له تصريح، صح، ما كنتش بتشوف له لقطه في ملعب. كان بيجيبوا هادي خشبه، انا مش هنسى هادي خشبه، كنت بحب هادي خشبه جدا في الملعب يا حسام، بحبه جدا في الملعب. هادي خشبه كان بيجيب الجول بيفضل واقف مكانه. هادي خشبه انت ما فيش حد ما يعرفش مين هادي خشبه، انت فاهم؟ خش على اللي بعده، ابو تريكه احتفالاته كلها حافظينها، الطياره اللي بيعملها ونسر الاهلي اللي بيطير بيه والجو ده كله. وليد صلاح الدين نفس الكلام، انت سامع الاسامي اللي بقولها لك؟ ايوه شوقي، حازم امام. خلينا برضه نخش في الناحيه الثانيه، حازم امام، عبد الحليم علي. لو عبد الحليم علي، عبد الحليم علي ده الهداف التاريخي للزمالك، ده يعني ده مفيش كلام عليه. بالنسبه لي نموذج مهاجم بعد حسام حسن. انا بالنسبه لي بعد متعب بقى والناس دي لازم الراجل ده اسمه يتحط. الناس دي فين؟ الناس دي والله لو السوشيال ميديا ايامهم موجوده يا وسام، الناس دي مش هتبص لها اصلا. هو عارف هو بيعمل ايه وعارف مقداره وقدره كويس قوي في الملعب وامكانياته ايه، فمش مستني يطلع يبوم تصريح عشان شويه شباب صغير مثلا تسقف. فده وجهه نظري، ركزوا في الملعب يا شباب، احنا محتاجينكم منتخب مصر عامه. ونرجع للمنتخب تاني يا وسام، مفيش مواهب في مصر يا وسام. ايوه ده حقيقي. بقى عندك لعيبه بتأدي كره قدم. انا في كلمه دايما بقولها ما اعرفش صح ولا غلط، بس انا شايفها كده، ان في فرق بين واحد بيعرف يلعب كوره وواحد لعيب كوره. في فرق بين الكلمتين، ممكن ما يبانش، بس اللي هيركز في الكلام اللي انا بقوله هتفهم الفرق. كان عندك لعيبه كوره، انت دلوقتي عندك ناس بتعرف تلعب كوره بس مؤدي، بس اداء فقط. زي المغني كده يقول لك ده اداء بس بيأدي، ده بيأدي لكن ده صوته حلو، انما ده مطرب. ايوه هي لعيب وواحد بيعرف يلعب ده خط اي 11 بيعرفوا يلعبوا هيطلعوا ماتش. انما هات لي لعيب كوره هتلاقي 2 3 في الملعب، ال2 3 دول ما بقوش موجودين.
هات اي اسم من الاسامي اللي موجوده دلوقتي في الملعب في ال11 بالدكه، باهلي بزمالك باي فرقه في مصر، وخد اللعيب بتاعها في البيك بتاعه، النجم بتاع الفرقه في البيك بتاعه، حطه جنب اي اسم قديم من الموجودين من جيل 2006 لحد 2010 مش هيلعب عليه وما يلعبش وسطه. عشان كده دايما دلوقتي بيجي يقول لك ايه، مين دلوقتي ممكن يلعب جيل ذهبي؟ يقول لك والله فلان ولا فلان، فلان او علان. فاهم قصدي؟ اللعيبه للاسف هنرجع تاني لنفس الدايره. خد بالك ان الاعلام بيبتدي يشغل لك حاجه معينه، الجمهور يبتدي يتاثر بيها، فتوصل تاثر على اللعيبه. عشان كده احنا دايما بنقعد نتكلم ان مثلا في اوقات معينه ما ينفعش ننتقد فيها. انا هسكت دلوقتي عشان مصلحه الفرقه، لكن في اوقات معينه يا جماعه ما انا لازم هتكلم. ومش دلوقتي برضو الوقت ده، يعني انت مثلا هتكلم على الاهلي بعيدا عن المنتخب. انت عديت عديت تناسف دوري ابطال افريقيا والحمد لله كسبنا البطوله والدنيا تمام، بس انا عندي 19 ماتش باقيين في الدوري، او دلوقتي بقوا 18 لان الحلقه لما هتتذاع هيبقى بعد ماتش فاركو، بس احنا دلوقتي بنسجل قبل الماتش يعني. فانت عندك 18 ماتش مثلا باقيين في الدوري، وموقفك في الدوري مش سهل، لان الاسيوطي فايق وبيكسب بعيدا عن بيكسب ازاي والحاجات بتاعت الحكام العجيبه، وهنتكلم في الكلام ده بعدين. بس انت لازم تبقى ورا الفرقه وتركز. لكن هاجي في الميركاتو انا مش هعتقد، ما هو انا عايز اشوف بقى فرقه، وحته ان انا يبقى عندي لعيب زي ما انت بتقول مجرد مؤدي حاجه كويسه ماشي، انه يبقى عندي لعيب احتياطي بيحاول يأدي، لكن انا محتاج 11 لعيب اساسي فلته. لو انا بقى عايز فعلا اروح انافس على كاس العالم للانديه، مش هروح ان انا بشارك في كاس العالم للانديه او لما اوصل البرونزيه، انا عايز اعدي مرحله البرونزيه. يعني انت عندك كده الانتركونتيننتال اللي هيتلعب السنه دي يعتبر اخر فرصه لحاجه زي كده بسيستمه الجديد، بعد كده انت رايح لكاس عالم. كاس عالم 32 فرقه باين، ولا مش عارف هيبقوا كام فرقه، او ان كان القرار النهائي هيبقى ايه يعني، موضوع مختلف. فهنرجع تاني لنفس الدايره، ان احنا عشان كده حبينا نركز على حته الاعلام دي كبدايه الحلقه، ان الاعلام بتاعنا هو سبب من اهم الاسباب ممكن يتحمل 70-80% من المأساة اللي احنا بنشوفها في الكوره بكل اشكالها، بكل حاجه لحد مستوى اللعيبه. لان اللعيبه اللي بتبقى نص كم بتتنفخ في الاعلام، فهو بيبقى كده خلاص. ايوه، وانا اخر حاجه هقولها بس ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا في البرنامج هنا يبقى في فقره، وده حضر في دماغي دلوقتي فقره كده من مسببات المستوى الهزيل اللي احنا فيه في مصر في الكره المصريه. هناخدها كده كل مره فقره معينه نشوف سبب ونقعد نتكلم فيه. المره دي كانت الاعلام، المره الجايه نتكلم عن اتحاد الكوره والقرارات بتاعته والحاجات اللي فوق، ونمشي في السكه دي كده. هنثبت فقره ويا رب صوتنا يوصل، ويا رب نكون بنتكلم يا باشا فقره العداوات ولا يهمك. بس كده توكلنا على الله. ومعلش الحلقه المره دي جت شويه سيريس شويه، بس احنا كنا بنقول كده ان قبل ما نبدا. قلت له مش عارف ليه انا حاسس الحلقه دي مش عارف قفشه شويه، مش عارف ليه. بس المواضيع عشان بنتكلم في مواضيع فعلا مضايقه الواحد لما تيجي تتكلم في كوره. وكان توقف دولي برضو بتاع في حته المنتخب مؤثره شويه على الواحد. نتمنى ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، ونرجع تاني وتالت نقول سبونسرز عشان احسن يخصموا ال 25 جنيه دي يا جماعه، عشان تبقوا انتوا عارفين الديل يعني. او اي حد يحب يبقى سبونسر على الحلقه، في 12 جنيه ونص لما بنقول اسم السبونسر في اول حلقه، و12 جنيه ونص في اخر حلقه، فاحنا هنضمن ال 12 جنيه ونص التانيين. في لايلو السبونسر الاساسي بتاعنا اللي بادئ معانا من اول حلقه، لايلو، وموجود اللينك بتاعهم في الديسكربشن، اللينك الويب سايت بتاعهم، هتخشوا تلاقوا الكوليكشن. ونقول تاني ان الاوردرات لو طبعا اكيد معديه ال 100 جنيه، عشان بس عندهم ستيكرز دلوقتي وعندهم حاجات صغيره كده، الاوردرات بيتعمل عليها خصم 100 جنيه بالكود بتاع وسام 22. ده على اول اوردر ليك لو استخدمت الكود ده قبل كده، لان الكود ده انا كنت عامله برده من فتره معاهم. لو استخدمت الكود قبل كده مش هيشتغل، لكن لو اول مره هيتعمل لك الخصم عادي. والسبونسر التاني بتاعنا بيك ماي دي، لو حابين حد عنده عيد ميلاد، خطوبه، فرح، مش عارف ايه الحاجات دي، الكيكس ال 3 دي او الكيك اللي بتبقى على اشكال، برضه هتلاقوا اللينك بتاعهم موجود في الديسكربشن. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله الحلقه الجايه الحلقه 5 بتاعت العلقه احتمال يكون فيها تغيير ما، هنبقى نشوف كده الموضوع الجاي. ما تنسوش الهاشتاج سواء رايكم في الحلقه بتاعت النهارده او اي اقتراحات. وطبعا الفقره الثالثه بتاعت البرنامج المره الجايه هنستناكم على الهاشتاج سواء على اكس او تويتر او على الفيسبوك، وانا شخصيا افضل موقع اكس. نتمنى ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، ومستنيين رايكم، وانتظروا الحلقه الجايه. مع السلامه.